السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله في الفيديو هنتكلم عن حل الدوال المثلثية. هنحل تمرين 9 على الدوال المثلثية. قبل يا بطل ما نحل التمارين هنبدأ نشتغل. نفكرك بالأفكار الأساسية في الدرس ده. إحنا عندنا الدوال المثلثية. الدوال المثلثية 6 دوال. لو حطينا الزاوية في وضعها القياسي، واحنا قلنا قبل كده يعني ايه الزاوية في وضعها القياسي. يعني رأسها هنا عند نقطة الأصل، وضلع الابتدائي ينطبق على الاتجاه الموجب لمحور السينية، وضلع النهائي هيقطع دايرة الوحدة مثلا، وليكن ده ضلع النهائي. وهنيجي بقى نرسم دايرة الوحدة كده اهو، وهنسمي الزاوية دي مثلا س. فقلنا نقطة تقاطع الضلع النهائي مع دايرة الوحدة. الضلع النهائي يقطع دايرة الوحدة في نقطة، الإحداث السيني بتاع النقطة دي يبقى جاتا سيتا، والإحداث الصادة يبقى جا سيتا. طبعا وظاء الزاوية هتساوي صاد على س، يعني هتساوي جا على جاتا. دول الثلاث دوال الأساسية. فاحنا عندنا الجاتا سيتا، خليك فاكر هتساوي الإحداث السيني بتاع نقطة تقاطع الضلع النهائي للزاوية مع دايرة الوحدة، وجا سيتا تبقى صاد، وظا سيتا هتبقى صاد على س اللي هي جا على جاتا. قلنا بقى دول الدوال المثلثية الأساسية في مقلوبات. مقلوب الجاتا قا، يبقى قا سيتا هتساوي نص واحد على س. ومقلوب الجا قاتا يبقى قاتا سيتا هتساوي واحد على ص. ومقلوب الظا زاتا يبقى زاتا سيتا هتساوي س على ص. بس دول الست دوال الأساسية اللي عندنا في المسألة في الدرس كله يعني. قلنا بقى لما نيجي نشتغل أي مسألة في الدرس ده هنحدد الربع الذي تقع فيه الزاوية، وبعد كده ولتكن مثلا الزاوية تقع مثلا تبقى في الربع التاني. هو يقول لي في المسألة سيتا تنتمي للفترة مثلا 0 و90 مثلا و180، فده معناه إن هنشتغل في الربع التاني. هتيجي بقى من عند نقطة الأصل وتروح من المثلث وتنزل قائم الزاوية على محور السينات عشان نخلي ده المجاور عشان هو الجتا، وتاخد السيتا هنا، ويديك بقى إحدى الدوال المثلثية الستة دول، وأنت هتجيب الخامسة. يعني مثلا لو قال لي الجا سيتا مثلا بتساوي 3 على 5، فهنا بعد ما نرسم المثلث ده هنقول له الجا بتساوي المقابل على الوتر، وهنجيب ده من فيثاغورس يطلع ب4. بس خلي بالك بقى ده على محور السينات السالب، فهناخده بالسالب، وده يوازي الصادات الموجب هناخده بالموجب، وده الوتر دايما هيبقى موجب. تمام كده. بعد كده من المثلث ده هتحل اي حاجه. لو انا عايز اجيب الجتا سيتا مثلا، الجتا هتساوي المجاور على الوتر يبقى سالب 4 على 5. عايز تجيب الظا سيتا، الظا هتساوي المقابل على المجاور يبقى 3 على سالب 4، يعني سالب 3 على 4، وهكذا بقى ممكن تجيب المقلوبات. ده تقريبا هيبقى الدرس ماشي في الإطار ده كله، مع ملاحظة تخلي بالك بقى لو احنا في الربع الأول هيبقى إشارة الدول المثلثية كلها موجبة، في الربع الثاني يبقى الجو مقلوبة هو اللي موجب، الجو القطع هو اللي موجب. في الربع الثالث هيبقى الظو مقلوبة هو اللي موجب. في الربع الرابع هيبقى الجتا ومقلوبها موجب، والباقي سالب زي ما قلنا قبل كده. خليك فاكر الكلام ده. يلا بقى عشان ما نطولش أكتر من كده في المقدمة دي، ونبدأ على بركة الله في حل المسائل. يلا كالعادة بقى، يعني انت المفروض قلنا امثل طريقة تسمع بيها الفيديوهات دي ان انت تبدأ تحلها قبل انا ما احل، وتشوف بقى انت الكلام ده على اساس ان احنا شرحناه، وانت بقى المفروض تكون عندك فكرة عنه، فالمفروض تعرف تحل. يلا نبدأ بقى على بركة الله. بيقول لي إذا كان سيتا قياس زاوية في الوضع القياسي ضلع أنها يقطع دائرة الوحدة في النقطة جذر 3 على 2.5. إحنا قلنا طالما الزاوية في وضعها القياسي وضلع أنها يقطع دائرة الوحدة، لازم دائرة الوحدة خلي بالك في النقطة دي، يبقى أنت عندك ده جاتا الزاوية والإحداث الصادي جا الزاوية. هو عايز جا سيتا، يبقى جا سيتا تبقى بنص. نشوف المسألة اللي بعد كده. بيقول لك إذا كان الضلع النهائي لزاوية قياسها سيتا ومرسومة في وضعها القياسي، اقرا كويس جدا، ركز هتلاقي الدنيا زي الفل. ما تنامش، احنا لسه في أول فيديو ولسه قدامنا مشوار طويل. إذا كان الضلع النهائي للزاوية قياسها سيتا ومرسومة في وضعها القياسي، يقطع دايرة الوحدة في النقطة سالب 3 على 5 و4 على 5. دي نقطة التقاطع مع دايرة الوحدة، ولازم يبقى الضلع النهائي، على فكرة الضلع النهائي
يقطع دايرة الوحدة فيها النقطة دي. فطبعا دي هتبقى الجتا ودي الجا. هو عايز الزتا بقى. الزتا والله هتبقى مقلوب الجا الراء. طب ما الظا هتساوي صاد على س، يبقى الزتا هتساوي س على صاد. يبقى سالب 3 على 5 في 5 على 4. يبقى دي تروح مع دي، يبقى الكلام ده يساوي سالب 3 على 4. يبقى سالب 75 من 100. نروح للمسألة اللي بعد كده. بيقول إذا كان سيتا زاوية موجهة في الوضع القياسي ضلع أن يقطع دائرة الوحدة. في الكلام ده كله نفس الحكاية بقى. دي زاوية موجهة موجهة في وضعها القياسي ووضعها القياسي، ولازم ده ضلع النهائي وفي دايرة الوحدة. طيب يبقى المفروض ده الجتا وده الجا، وعايز جتا ناقص جا. والله الجتا يا باشا نقول له جتا ناقص جا سيتا هيساوي الجتا اللي هي السين، يبقى سالب 5 على 13 ناقص الجاء اللي هي الصاد، يبقى 12 على 13. الكلام ده المفروض يبقى سالب 17 على 13. يبقى الإجابة الصحيحة رقم د. السؤال اللي بعد كده بيقول لي زاوية موجهة في وضعها القياسي يمر ضلع النايب النقطة 3 و4. بص بقى ركز. زاوية موجهة في وضعها القياسي يمر ضلع النايب النقطة 3 و4. بص بقى ما قالكش بقى ضلع النقطة دي نقطة تقاطع الضلع النايب مع دايرة الوحدة، لا. فهنا ضلعها الابتدائي يقطع دايرة الوحدة في النقطة نقط. بص احنا لو احنا متفقين عشان نرسم الزاوية في وضعها القياسي كنا بنرسمها ازاي؟ ادي محاور الإحداثيات. وعشان نرسم الزاوية في وضعها القياسي لازم ضلعها الابتدائي راسها تبقى عند نقطة الأصل، وضلعها الابتدائي ينتمي إلى الاتجاه الموجب لمحور السينات. قال لي الضلع النهائي بقى يمر، تخيل ضلع النهائي كده أهو هيمر بالنقطة هنا اللي هي النقطة 3 و4. هو ما سألكش بقى عن الضلع النهائي، هو بيسألك عن إيه بقى؟ ضلعها الابتدائي اللي هو ده يقطع دايرة الوحدة. لو جينا رسمنا دايرة الوحدة فأكيد الضلع الابتدائي يقطع دايرة الوحدة هنا، وده 1. يبقى يقطع دايرة الوحدة في النقطة 1 وصفر. خلاص. اللي عايز أقول لك في المسائل دي تخلي بالك تقرا كويس جدا، تبقى فاهم الدنيا رايحة فين وجاية منين. خلاص ما تلخبطش الدنيا وخلاص. يبقى احنا عندنا الضلع النهائي الابتدائي هيقطع دايرة الوحدة في النقطة 1 وصفر. المسألة اللي بعد كده بيقول لي إذا كان ظا سيتا بيساوي نص حيث سيتا زاوية حادة. نقرا كويس جدا ونشوف الدنيا. ظا سيتا بنص وسيتا زاوية حادة في وضعها القياسي، فإن الضلع النهائي يقطع دايرة الوحدة في النقطة نقطة. بص الموضوع ده بقى ليه أكثر من طريقة تحل بيها. أنا بفضل أحل بطريقة سريعة كده عشان نفهم. دايما نرسم محاور الإحداثيات. خلاص. ونعين الربع الذي تقع فيه الزاوية. ازاي نعين الربع الذي تقع فيه الزاوية؟ يبقى هو عطالي في المسألة وبيقول لي سيتا زاوية حادة. سيتا زاوية حادة يعني احنا في الربع الكام؟ تمام في الربع الأول. فتيجي حضرتك بقى تروح تعمل لنا مثلث كده وتعمل عمود كده على السينات عشان يبقى السينات هو المجاور، وتقول لي السيتا هنا، وتجيب أضلاع المثلث ده أو النسب بين أضلاع المثلث ده. هتجيبها منين؟ هو لازم يدي لك معطى تجيب منه النسب بين أطوال أضلاع المثلث. المعطى زي كده ظا سيتا بتساوي 1/2. تحافظ بقى من تالتة إعداد الظا بتساوي إيه؟ تمام المقابل على المجاور. ومن فيثاغورس تعرف تجيب الوتر. أيوه نجذر 1 تربيع زائد 2 تربيع يبقى ب5. طيب هو عايز إيه؟ بيقول لك تعال نشوف يا سيدي هو عايز إيه. فإن ضلع إن يقطع دايرة الوحدة في النقطة نقط. طبعا التقاطع مع دايرة الوحدة يعني عايز اجيب الجتا سيتا واحطها في المسقط السيني او المسقط الاول، والجا سيتا واحطها في المسقط التاني. كده نجيب نقطة تقاطع مع دايرة الوحدة. طب ما انا ممكن اجيب لك الجتا سيتا من المثلث ده تساوي المجاور على الوتر يبقى 2 على جذر 5. هات انت بقى الجا سيتا بقى. حلو ايوه كده المقابل على الوتر يبقى 1 على جذر 5. يبقى الضلع النهائي للزاوية اللي ظلها نص هيقطع دايرة الوحدة في النقطة دي 2 على جذر 5 و1 على جذر 5. نشوف بقى السؤال اللي بعد كده. صح صح يا باشا وما تنامش منا الله يرضى عليك. كام سؤال حلوين جايين اهم وسهلين. طيب بيقول لك ايه؟ إذا كان جاتا سيتا بنص، أهلا وسهلا، جاتا سيتا بنص وجا سيتا بجذر 3 على 2 يبقى السيتا بكام؟ بص اولا طبعا هو ليه اداك الجاتا سيتا بنص والجا سيتا بجذر 3 على 2؟ يعني ما اداكش الجاتا سيتا بس وقال لك هات الزاويه. ما انت ممكن تقول لي طب ما انا اكتب شيفت كوزاين نص تطلع الزاويه وخلصت.
ايه ليه اداني الجا سيتا بجذر 3 على 2؟ يعني ليه اداني النقطه ده وده؟ او كان بلاش يديني ده وكان اداني ده وكنت جبت له السيتا. ليه الراجل مصر يديني حاجتين؟ بس خلي بالك الظا سيتا جذر 3 على 2، انت عندك لو خدنا مثلا النقطه ده بس هو اللي عندنا، فالجهة تبقى موجبة في الربع الأول وفي الربع التاني، وبالتالي السيتا احتمال تساوي زاوية في الربع الأول وزاوية في الربع التاني. فهو بقى عشان يخلص الموضوع ويحسم الموضوع ويخلينا أجيب إجابة واحدة بس، اداني الجاتا سيتا بكام والجا سيتا بكام. مبدئيا تعمل إيه بقى يا باشا؟ تشوف لي الإشارة بتاع السيتا الجاتا. الجاتا موجبة يبقى أنا هاخد السينات الموجب، والجا موجبة يبقى اخد الصادات الموجب، يبقى انا في الربع ده اهو. يبقى انا كده حددت في الربع الاول بس. يبقى الزاويه المفروض اللي انت هتطلع تبقى زاويه حاده. لو انت حافظ بقى ايه الزاويه الحاده اللي جيب تمامها نص 60 تمام، اللي هي باي على 3. خلاص يبقى الاجابه الصح تبقى باي على 3. هتقولي طب وايه لازمه الجا سيتا جذر 3 على 2؟ عشان هي دي اللي حددت لي ان انا في الربع الكام. يعني لو اداني الجاتا سيتا بس كان احتمال اكون في الربع الاول او في الربع الرابع، وبالتالي يبقى في حلين هنا. اداني الجا سيتا عشان يخليني اجيب حل واحد بس اللي هو الحل بتاع الربع الاول. المساله اللي بعد كده بيقول اذا كانت جاتا سيتا بنص وجا سيتا بسالب جذر 3 على 2. نشوف بقى الجمال هنا بقى، تعالى نشوف ايه اللي هيحصل في المساله دي. بص في المسائل دي ما تقعدش تخبط وبس، انت كبرت خلاص وسيبك من شغل الاعدادي. ارسم المحاور كده واشتغل واحده واحده. احنا عندنا يا عم الحاج اداني الجتا موجبه، يبقى اخد محور السينات الموجب لان احنا عارفين الجتا على محور السينات. والجا سالب يبقى اخد محور الصادات السالب. يبقى انا في الربع الرابع. جميل، يبقى احنا كده في الربع الرابع. فتيجي ترسم لنا بقى حضرتك مثلث كده، وتيجي تخليه قائم الزاويه، ولازم القائمه تبقى على محور السينات. تعالى بقى نحط النسب بتاع أضلاع المثلث من الجا سيتا أو الجاتا سيتا اللي يعجبك بقى. الجاتا سيتا بنص يعني المجاور على الوتر، وهتجيب ده من نظرية فيثاغورس هيطلع بجذر 3. خلي بالك ده على السينات، ده بقى شايف الضلع ده جذر 3 يوازي الصادات السالب، فهنحط هنا سالب. وعندنا هنا ده على السينات الموجب. هتقول لي هو في طول بسالب؟ دي مش طول على فكرة. وبعدين دي إشارة النسبة المثلثية اللي احنا نشتغل عليها دلوقتي، أو إشارة الدالة المثلثية. خلاص طيب. هو عايز الظا سيتا ازاي بتساوي المقابل على المجاور، يبقى سالب جذر 3 على 1. يبقى بسالب جذر 3. نروح للمسألة اللي بعد كده رقم 10. حاول توقف الفيديو وتحل وما تنامش والدنيا زي الفل، ونكمل مشوارنا عشان الوقت. اقرا بقى كده معايا يا بطل. اقرا انت بقى، انا سامعك وانت بتقرا والله، بس ركز. الضلع النهائي زاوية موجهة، الوضع القياسي يقطع دايرة الوحدة في النقطة دي. تمام. طالما الزاوية في وضعها القياسي طلع انها يقطع دايرة الوحدة دي، يبقى اكيد الاحداث السيني ده جاتا الزاوية. يعني لو سمينا الزاوية دي سيتا مثلا، يبقى جاتا سيتا هتبقى بنص. والاحداث الصادة يبقى جا الزاوية. الاحداث الصادة يبقى جا الزاوية. يعني هنا جاتا، قلنا جاتا سيتا هتبقى بنص، والجا سيتا هتبقى بجذر 3 على 2. تاني ولا يهمك يا باشا. تاني بس النبي ما تنامش مني، احب على دماغك اركز معاك. الجتا قلنا طالما الزاوية في وضعها القياسي تقطع ضلع النهائي يقطع دايرة الوحدة في النقطة دي، يبقى الإحداث س هو الجتا بتاع الزاوية، والإحداث الصادي هو جا الزاوية. واضح إن الجتا موجبة والجا موجبة، يبقى احنا في الربع الأول. طب الزاوية اللي جيبها بجذر 3 على الاتنين، أو جيب تمامها بنص اللي هي 60. تمام كده يا سيدي، وخلص الموضوع على كده. شفت أبسط من كده؟ شفت أجمل من كده؟ شفت أحلى من كده؟ نروح لرقم 11. أنا سامعك يلا. لا اقرا. جاتا سيتا بجذر 3 على 2 ماشي، وسيتا زاوية حادة موجبة، يبقى جا سيتا بكام؟ بص ترسم المحاور بتاعتك عشان نحدد الربع الذي تقع فيه الزاوية. طب انا اعرف الربع تقع فيه الزاوية منين؟ هو يديك نقطة اهو، انت ما تقلقش خالص. بيقول الزاوية دي حادة موجبة، يبقى انا في الربع الاول. ارسم، تيجي من نقطة الاصل تطلع بالوتر في الربع الاول، تنزل عمودي على السينات
عشان نخلي السينات مجاور، ونحط السيتا هنا. طيب هو اداني الجتا سيتا، الجتا بتساوي المجاور على الوتر، تمام كده؟ طيب يبقى نعرف نجيب ده من نظرية فيثاغورس، وده يطلع بواحد، وانت كبرت على الكلام ده مش هنقول تفاصيل فيثاغورس بقى. هو عايز الجا سيتا، الجا بتساوي ايه؟ الله يفتح عليك، المقابل على الوتر يبقى نص. يبقى الإجابة الصح هتبقى رقم ألف. شغال النهاردة بشكل رائع، الله ينور الله ينور. رقم 12، يلا بقى قول زي ما انت، خليك شغال على الوضع الجميل اللي انت عليه ده. حاول يا سلام لو تحل قبل مني بقى كشكولك كده، وتوقف الفيديو وتقعد تخطط المسألة، هتلاقي نفسك بقيت محترف في حساب المثلثات. يلا نكمل. الجتا أكبر من صفر والجا أقل من صفر، يعني ايه الكلام ده؟ معرفش، ادينا بنقرا ونشوف. فإن سيتا تقع في الربع الكام. الجتا أكبر من صفر يعني ايه؟ أيوه تمام، برافو عليك، يعني الجا موجبة، فهناخد محور السينات الموجب أهو. تمام. طب والجا سيتا اقل من صفر، الجا اللي احنا بناخده على الصادات مش كده ولا ايه؟ والجا سالبه، يبقى ناخد الصادات السالب، يبقى انا في الربع الكام. تمام، بس خلصت. موضوع سهل وجميل جدا. نيجي بقى للمساله اللي بعد كده. اذا كان جا سيتا بسالب نص، جا سيتا بسالب نص، برضه خلي بالك ركز معايا هنا محاور الاحداثيات، ولازم تحدد اول حاجه الربع اللي تقع فيه الزاويه. هنا الجا سالبه ولا موجبه؟ سالب نص، لا انا عايز سالب بس، الجا سالبه، مش مهم سالب نص ولا سالب ربع دلوقتي. يبقى الجا سالبه يعني هناخد محور الصادات السالب، والقا سيتا بسالب 2 على جذر 3. ايه ده بقى؟ هو القا مقلوب مين؟ قا مقلوب الجاتا، مش كده ولا إيه؟ يعني الجاتا سيتا بسالب جذر 3 على 2. طب ماشي، يعني هنا الجاتا سالبه، يبقى هناخد السينات السالب، يبقى انت بقيت في الربع الكام؟ مسألة حلت نفسها، يبقى الربع التالت على طول وخلصت. خلاص. المسألة اللي بعد كده بيقول لي إذا كان سيتا قياس زاوية تقع في الربع الثالث. الزاوية تقع في الربع الثالث، أيوه تحت أمرك، الزاوية في الربع الثالث يعني أنا هنا في الربع الثالث، سيتا هنا، يبقى الجتا سالب أهو، الجتا سالب، الجتا سيتا تبقى سالب، والجا سيتا على محور الصادات السالب تبقى سالب، والظا سيتا هتبقى موجبة. ولو انت حافظ طالما في الربع التالت يبقى الظا ومقلوبة هو اللي موجب. طيب بيقول لك ايه؟ جا في جات اقل من صفر، طب سالب في سالب ده موجب، فدي مش تنفع. قاف قتا، ما القا والقتا ليهم نفس اشارات مقلوباتهم، دي برضو مش تنفع. ظا وظتا موجبتين، يعني موجب في موجب بموجب، فدي مش تنفع. الجا في الربع التالت، الجا ايه؟ ايوه فوق سالب، والظا موجب، يبقى موجب في سالب بسالب، يبقى اقل من صفر، يبقى هي دي الاجابه الصحيحه. المساله بعد كده طبعا دي ممكن تعملها على الاله الحاسبه بقى. 2 جا 45 اللي هي 2، وانا ما بحبش الاله الحاسبه. جا 45 بواحد على جذر 2، لما تختصر الكلام ده يطلع بجذر 2 وشكرا. نمت ولا لسه؟ تمام جدع عيب. يلا نكمل. ها، فوق كده بص، كل الكلام الحلو ده ممكن يتعمل بالآلة. لو انت الكلام ده خدته في ثالثة اعدادي، خدته في ثالثة اعدادي. زتا 30، زتا 30 بكام؟ هو كنا بنعمل كده واحنا في ثالثة اعدادي، ايام ما كنا بقى صغيرين كنا بنعمل الكلام ده. هو كده اهو، نقول له الزتا 30، الزتا دي مقلوب الظا، والظا 30 بواحد على جذر 3، يبقى دي بجذر 3 على واحد. والقامة 60، القامة مقلوب الجتا، وجتا 60 بنص، يبقى دي باتنين. وقطع 45، القطع مقلوب الجا، والجا بواحد على جذر 2، يبقى بجذر 2. واحسب دول بقى، يبقى 3 ناقص 4 زائد 2، تقريبا ده كله هيطلع بواحد. نيجي بقى لرقم 17، نقول لي جا سالب 12 على 5 باي بتساوي نقط، وادالك اختيارات من الاختيارات دي. جا سالب 12 على 5 باي. طيب فدي تعملها ازاي بقى؟ والله دي ممكن تعملها بأكثر من طريقة. خلاص. اهمهم ان انت ممكن تحول القياس السالب ده الى القياس الموجب. هتقول لي كده جاي، بص، ما انت ممكن هنا تضيف دورة، تضيف 2 بار. تمام، يعني هتقول لي كده، او ممكن تضيف دورتين، يعني ممكن مثلا تضيف 4 بار. يعني لو قلنا هنضيف 4 باي، وهكتب السالب 12 على 5 باي دي زي ما هي، يبقى احنا عندنا المفروض جاي
وأربعة باي دي يعني المفروض تبقى 20/5 ناقص، تبقى 20/5 باي. مش كده ولا ايه؟ 20 ناقص 12 يبقى 8/5 باي. طيب، طب هل هنا موجود في الاختيارات 8/5 باي؟ دول والله احتمال تكون الأرقام الستينية، الدرجات دي اللي هي التقدير الستيني. لما تيجي نحول طيب 8/5 في 180، يبقى المفروض دي على الخمسة، 3/5 ب15، يبقى مش 3/5 ب15، ويبقى دي 36. 6 في 8 ب48، 8 ومعانا الأربعة، و8 في 3 ب12، يبقى 228. يبقى المفروض دي هتساوي جا 288. يبقى دي هتطلع بجا 288. طب بس في مشكلة هنا، ما ممكن يبقى الحل ده صح. 12/5 باي، مش كده ولا ايه؟ احنا ضفنا هنا دورتين، يبقى 4 باي. تعالى نراجع تاني، يبقى 20/5 باي. 20 ناقص 12 يبقى 8/5. 3/5 ب15، 30، 36. 8 في 6 ب48، 8 معانا الأربعة، و8 في 3 بكام؟ أنا حسبت دي غلط، آسف جدا جدا. 8 في 6 ب48، 8 معانا الأربعة، 8 في 3 ب24، 4 و4 لا ده صح، 288 فعلا. يبقى دي 208. 8 في 3 ب24، والله 24 و4 يبقى 288، يساوي جاي 288. طيب ما هو جاي ما احنا قلنا خلي بالك لو انت فاكر اهو. بص بص، دي ما ينفعش، لان احنا قلنا جاي سالب سيتا هيبقى بسالب جا سيتا. سوري، هنا مفيش شرط سالب، يبقى دي مش تنفع. يبقى الإجابة الصحيحة فعلا تبقى رقم ج. تمام. طيب نروح بقى للمسألة اللي بعد كده، رقم 18. بيقول لي جاتا تربيع زي ما كنا بنحسب من شوية، تحط لي هنا تربيع ناقص وتربيع هنا كده اهو. جاتا بايع على الأربعة دي بكام يا بطل؟ احسب وقول لي كده. 180/4. قول. تمام. 45. جاتا 45 بكام؟ أيوه كده، بواحد على جذر 2. قول معايا الله يرضى عليك. ودي برضو بواحد على جذر 2، يعني نص ناقص نص يبقى بصفر. صفر. طب مفيش صفر هنا. في صفر هنا؟ فين الصفر؟ ده صفر. جاتا 90 بصفر. خلاص، ما دي 90 على الاتنين، يبقى هي دي الإجابة الصحيحة. نروح بقى لرقم 19. جاتا 90 بصفر، يبقى ده كله بصفر. وانت عندك هنا بقى ما هو صفر اهو، نعملها واحدة واحدة ما تزعلش نفسك. وجا صفر بواحد زائد، ودي هتبقى باي على الاتنين بواحد في واحد بواحد، ده كله. يبقى الكلام ده كله هيطلع بواحد بعد ما تحسبه كده. خلاص، نيجي لده. ده كله بقى ممكن جا صفر بصفر، وجا 90 بواحد، وجا 180. جا 180 بكام؟ بصفر. وجاتا 270 بسالب واحد، يبقى الكلام ده كله هيطلع بصفر بقى. اكتبهم على الآلة زي ما هم، ولا تطلعهم لك كده لو الدنيا فيها مشكلة بالنسبة لك. نروح لرقم 21. نفس الكلام، عوض. عندك 2 وجا 45 بواحد على جذر 2، وجاتا 45 بواحد على جذر 2، وضغط 45 بواحد. تحسب الحسبة كلها تطلع بواحد. فين الواحد هنا؟ فين الواحد هنا؟ أنا مش لاقي الواحد هنا. طب نجرب. جاتا 60 دي بنص. طب جاتا 30 2 في جاتا 30 بجذر 3 على الاتنين، مش طالعة بواحد. طيب ظا 2 جا باي على 6، نشوف دي كمان 2. الباي على 6 بكام؟ 180 على 6 بكام يا بطل؟ 30. جا 30 بكام؟ بنص. يبقى دي تطلع بواحد بس، يبقى هي دي الإجابة الصحيحة. نيجي للكلام اللي بعد كده. بص، في الامتحان ما بجيبش الكلام ده عشان عارف الناس كلها تعمله على الحاسبة وهتكبر دماغها يعني. خلاص، فتركز بقى في الموضوع ده وبلاش الآلة وشغل الاستعباط ده. هنا في تربيع، وهنا في تربيع، وهنا في تربيع، وهنا في تربيع. ظا 60 بجذر 3، ظا 45 بواحد. حفظت حفظت. قا مقلوب الجتا، وجتا 30 بجذر 3 على الاتنين.
قتا 45 بجذر 2. يلا نحسب الكلام ده. يبقى 3 ناقص 1 على 3 على 4 ناقص 2. نشوف بقى الكلام ده يطلع بكام. 3 ناقص 1 يبقى 2، وتلات ارباع ناقص 1 يبقى بسالب 1 وربع. يعني المفروض 1 وربع، يبقى كده المفروض ده كام؟ 3 ارباع. 3 ارباع دي ناقص 1. هو قا 30 دي مقلوب دي المقلوب، دي المفروض 2 على 3 على جذر 3. دي سوري أنا آسف جدا. لا دي المفروض الجتا بجذر 3 على 2، يبقى دي 2 على جذر 3. يعني دي تبقى 4 على 3 كده. نقلب ده بقى، يبقى 4 على 3. 4 على 3 ناقص 2 يبقى كام؟ يلا 4 على 3 دي ب1 وتلتين، صح؟ 1 وتلت. يبقى دي المفروض ناقص تلتين كده. فيطلع الناتج ده كله بسالب 3. يبقى الإجابة الصحيحة رقم د. أو احسب بالله لو راح دماغك بقى الحاجات دي. طيب بيقول لك أ ب ج د مربع. يلا نرسم مربع جميل أهو. أ ب ج د مربع. معلش ده مربع بقى يعني إيه؟ مشوه شوية، لكن أنت عارف زاوية قايمة. عايزين نجيب بص في تربيع حن. أنا بحب أعمل كده في تربيع حن، ومعرفش الظا دي عليها تربيع ولا ما عليهاش. في الغالب ما عليهاش كده، نتأكد بس. معلش ما عليهاش. ونبدأ نشتغل. عايز ايه يا عم الحاج؟ جايه زاوية أ ج د. أ ج د أهو، هي الزاوية دي. زاوية أ ج د دي بكام درجة يا بطل؟ الله يفتح عليك، ب45. وجاي 45 بواحد على جذر 2. ده هنمتى؟ احنا لسه تقريبا في نقول في نص الفيديو مثلا، فصحصح معايا الله يرضى عليك. زاوية أ ب د. أ ب د اللي هي دي. ها، دي برضه دي ب45. احنا عايزين الجاية برضه بواحد على جذر 2. ظا أ د ب. أ د ب نفس الكلام. هتبقى بواحد. هتحسب دول يبقى عندنا نص، وده نص، وده واحد. جمعوا يطلع كله ب2 في الآخر خالص. رقم 24 بيقول لي أ ب ج مثلث متساوي الساقين. ارسم كده واستمتع، استمتع بالموضوع وما تنامش. مثلث ايه؟ متساوي الساقين. ماشي هنرسم متساوي الساقين، بس ما تستعجلش وترسم مثلث متساوي الساقين. كمل بقى المعطيات. قياس زاوية أ ب 120 درجة. يبقى احنا هنعمل زاوية منفرجة بالمنظر الجميل ده اهو كده اهو، بحيث يبقى المثلث بالشكل ده اهو. أ ب ج مثلث متساوي الساقين، الضلع ده يساوي ده، والزاوية دي ب 120 درجة. طيب بعدين عايز نجيب جابي زائد جتا تربيع ج. طب ما انت عندك لو الزاوية دي ب 120 درجة، احنا عندنا من تانية اعدادي قلنا المثلث المتساوي الساقين في زاويتين قد بعض. يبقى دي ب 30 ودي ب 30، عشان مجموع زاوية المثلث تدينا 180. يبقى جابي يعني احنا عايزين جا 30 وجا 30، يبقى احنا عايزين نجيب جابي زائد جتا تربيع ج. جابي جا 30 بنص، زائد جاتا ج برضه بنص ب 30. جاتا ج بجذر 3 على 2 هربعها يبقى 3 ارباع. المفروض نص وتلات ارباع يبقى ب1.5. يبقى الإجابة الصحيحة رقم ب. السؤال رقم 24. والناس نامت، ناس تفوق شوية. لو حسيت إن أنت مش مركز ابدأ امسك القلم وحل. ما قلت لك أحسن حاجة الموضوع ده إن أنت تحل بإيدك. بيقول لي يا أ ب ج مثلث قائم الزاوية في باء. تعال نرسم له مثلث قائم الزاوية في باء. مثلث قائم الزاوية في باء. وزاوية أ 2 زاوية ج. يعني لو دي الزاوية دي هتبقى قد دي مرتين. طبعا انت ممكن بقى تكون عرفت لنا الزاوية دي بكام ودي بكام. يلا فكر. زاوية المثلث كل زاوية بكام؟ ب90. جميل. عندنا بقى قياس زاوية أ 2 زاوية ج. يبقى المفروض ج بكام وأ بكام؟ تمام مظبوط كده. دي ب30 يا حاج ودي ب60، عشان يبقوا الاتنين قد بعض ومجموع زاوية المثلث بينهم 80. الكلام بتاع العيال الصغير ده. احنا عايزين نجيب ق أ. ق أ زائد ق ج. ق ألف. ق 60. يبقى نقول له ق 60 بالراحة كده أهو. قتا جيم قتا 30. القا مقلوب مين؟ القا على ما أظن مقلوب الجتا، والجتا 60 بنص يبقى القا 60 ب2. والقتا 30 القتا مقلوب الجا
والجا 30، جا 30 بكام؟ ونص برضه. هقلبها تبقى كام؟ تبقى باتنين، يبقى 2 و2 4. بس المسألة اللي بعد كده بيقول لي إذا كانت سيتا بتساوي تنتمي للفترة دي وجا سيتا ب3/5، عايزين نجيب قيمة المقدار ده. بص، هو الكلام ده بتاع الامتحانات بقى، هو الكلام ده اللي عايزين نركز فيه. سيتا فين؟ في الربع الكام؟ ارسم المحاور وقبل ما تقول لي سيتا في الربع الكام. الربع اجيبها منين دي يا مستر؟ دور انت بقى وشوف لي السيتا في الربع الكام بكام، جبتها ولا لسه؟ اه تمام، هتجيبها من هنا اهو. سيتا تنتمي للفترة 0 و90. 0 و90. يبقى احنا عندنا هنا بيقول لي السيتا تنتمي إلى الفترة 0 و90، يبقى إذا الزاوية تقع في الربع الأول. فهنيجي بقى من عند نقطة الأصل، ناخد وتر المثلث يدخل في الربع الأول، وننزل عمودي على محور السينات وتحط هنا سيتا. الجاتا سيتا هتساوي 3/5. الجاتا هتساوي المجاور على الوتر، ومن فيثاغورس هيطلع ده ب4. هو عايز بقى قيمة المقدار ده. قاتا سيتا جا سيتا ناقص ظا سيتا قتا سيتا. يلا نجيب يا سيدي قتا سيتا بكام، جا سيتا بكام، ناقص ظا بكام، وقتا بكام. القتا هتساوي المجاور، القتا مقلوب الجا، والجا هتساوي المقابل على الوتر، يبقى القتا الوتر على المقابل يبقى 5/4، ودي ب4/5. الظا هتساوي المقابل على المجاور، يبقى 4/3. القتا مقلوب الجا، يبقى 5/4. المفروض الكلام ده بقى لما تختصره هيساوي 1 ناقص الأربعة دي تروح مع الأربعة دي، يبقى 5/3. الواحد ده نخليه 3/3، أو اعمل بالآلة الحاسبة لو أنت مش عارف أنا بعمل إيه. يبقى الكلام ده يطلع -2/3، يبقى الإجابة الصحيحة رقم د. ممكن تلاحظ بقى إن القتا والجا دول القتا مقلوب الجا، فحصل ضربهم ب1، فالكلام ده كله ممكن يطلع ب1 على طول كده. خلاص، نروح بقى للمسألة اللي بعد كده. بيقول إذا كان جا سيتا بتساوي -24/25، وعايزين نجيب قيمة الكلام ده كله. نفس الكلام الجميل، هنعمل إيه يا بطل؟ هنيجي نرسم الإرباع كده اللي إحنا متعودين نشتغل عليها. تعال نرسم في الجزء ده كده عشان عندنا مساحة نشتغل فيها. طيب، لازم أول حاجة نعمل إيه؟ تمام، نحدد الربع الذي تقع فيه الزاوية. طب فين الربع تقع فيه الزاوية؟ بص، هو ادالك السيتا في الفترة من 270 اللي هي 3 باي على 2 و360، يبقى أنت في الربع الكام يا بطل كده؟ تمام، في الربع الرابع. حلو جدا، يبقى احنا كده في الربع الرابع. فنروح نيجي بقى نرسم مثلث في الربع الرابع. تيجي من عند نقطة الأصل، تدخل في الربع الرابع بالوتر، وتنزل عمودي على محور السينات، ولازم تبقى عمودي على محور السينات عشان محور السينات يبقى مجاور للزاوية، عشان الجت على محور السينات. فاحنا في الربع الرابع. هو ادالك الجا سيتا بسالب 4/25. الجا هتساوي المقابل على الوتر، يبقى ده 24/25. هتقول لي السالب، اصبر عليا شوي، وهنجيب ده من نظرية فيثاغورس. تقريبا يطلع جذر 625 ناقص 576، في الغالب ده هيطلع تقريبا بكام؟ مش عارف بكام. تعالى نحسب 49، يبقى ده يبقى ب7. خلاص، تعالى بقى نيجي لقصة الإشارات بقى، نشيل الكلام ده. نيجي لقصة الإشارات. أنت عندك ال7 على محور السينات الموجب تبقى ب7، والضلع ده يوازي الصادات السالب يبقى بسالب، يبقى -24. بس كده. تعالى بقى خد الكلام اللي هو عايزه. جا انت ممكن تعملها ازاي بقى؟ ممكن تشتغل بطريقة عادية جدا. جاتا سيتا على الجا سيتا. ممكن بقى تجيب قيمة الجا دي والجاتا دي والجا دي وتشتغل. ممكن حد لاحظ يقول انا ممكن ارسم جا على جا تديني 1، ماشي، زائد وجاتا على جا يبقى بزاتا سيتا، ونشتغل على الوضع ده. يبقى دي 1 زائد، والزاتا هتساوي المقابل، الزاتا دي مقلوب الظا، يبقى المجاور على الوتر، يبقى عندك بتبقى -7/24. تحسب الكلام ده الواحد ده المفروض تخليه 24/24 ناقص 7/24، يبقى الكلام ده كله كام؟ اعمله على الآلة واعمله بدماغك. 24 نحط منها 7 يبقى 17، يبقى 17/24. يبقى الإجابة الصحيحة رقم أ.
اتمنى تكون مركز معايا وما نمتش لحد دلوقتي. خلاص بقى الموضوع بسهل وجميل اهو. نشوف رقم 28 مطلوب، لا مطلوب منا ايه؟ تعال نشوف. بيقول لي سيتا تنتمي للفترة 0 و90، يعني سيتا في الربع الاول، السين في الربع الاول، وكان جاتا سيتا بتساوي الليلة دي كلها، فعايزين نجيب قيمة السين. طبعا انت هتروح تختصر الكلام ده اهو. هنقول له جاتا سيتا جاتا سين. يلا نحسب جا 60 بكام؟ بجذر 3 على 2. جا 90 بواحد، مش مهم اكتب واحد في المقام ناقص. جا صفر، جا صفر بكام؟ جا صفر بصفر المفروض. وجا 45 بجذر 2، يعني الكلام ده كله هيطلع في الأخير جذر 3 على 2. طيب هتيجي تقول طب ما حلو أهو، جاتا س طلعت بجذر 3 على 2. لو أنت تجاهلت المعطى ده فأنت المفروض تفكر. لو أنت بتفكر أصلا هتقول لي الزاوية اللي جبت تمامها بجذر 3 على 2. حد يقول لي ممكن تبقى ال60 ال30، وممكن تبقى بتاع الربع اللي هي 330 دي. لو انت عملت على كوزين 330 هتطلع بجذر 3 على 2. فهتاخد ال 330 ولا ال 60 ولا ال 30؟ هو بقى راح ادالك السين تنتمي للفتره 0 و90 عشان يحسم القضيه وما ناخدش دي وناخد دي. يبقى س هتطلع ب 30 درجه. نكمل. ركز في الكلام الجميل اللي ده. يلا حل رقم 29. اتمنى توقف الفيديو وتحل الكلام ده بقى في الكشكول بتاعك. هنحل رقم 29 وركز معايا. سيتا تنتمي إلى الفترة دي تستفيد منها إيه؟ نمت؟ تمام. دي نستفيد منها إن إحنا هنحدد الربع الذي تقع فيه الزاوية على طول كده أهو. نيجي نعمل محاور الإحداثيات. وإحنا عندنا الباي على الاتنين بكام؟ تمام، برافو عليك، ب 90 ودي ب 180. يبقى السيتا تنتمي إلى الفترة المفتوحة 90 و180. يعني احنا كده في الربع الكام؟ تمام، في الربع التاني. فنيجي نرسم بقى المثلث القائم في الربع التاني احنا متعودين عليه. هنيجي من عند نقطة الأصل وأطلع أدخل بالوتر في الربع التاني وأنزل عمود على محور. يا جدع صادات مين؟ ننزل عمود على محور السينات، عشان احنا عايزين السينات يبقى هو المجاور للزاوية. نقول له السيتا هتبقى في الحتة دي. تمام. طيب هو عايزين نحط بقى النسب بتاع أضلاع المثلث. الضلع ده كام وده كام وده كام؟ هتجيبها منين؟ يلا قول بقى، المفروض كنت بقيت خبير في الحاجات دي. مش عارف؟ لا مش عارف كده انا هزعل. ركز معايا يا بطل، ركز. جاسيتا بتساوي 12 على 13 يا خل. تستفيد ايه من دي؟ طيب يلا. الجا بتساوي ايه على ايه؟ المقابل على الوتر. تمام، يبقى المقابل ده يبقى 12 والوتر يبقى 13. وتجيب لنا الكلام ده من فيثاغورس اللي هو الضلع الثالث. هتقول له بقى جذر 13 تربيع يعني 169 ناقص 144، يبقى الكلام ده يطلع كده ب5. خلاص يبقى دي بقى ب5. وما تنساش، تنساش ايه؟ ايوه تمام جدع ابني كده، ما تنساش الاشارات. هايل، حلو، انت مركز جامد اهو. الله ينور، الله يفتح عليك. هنا دي على محور السينات السالب فحط له هنا سالب. وده يوازي الصادات الموجب فدي يبقى موجب، والوتر دايما موجب. كده انت عملت اهم حاجه في المساله. الباقي شويه حسابات فاضيين. بيقول لك جذر قتا في جا. يلا بقى ركز. ايوه حلو، لقيت ايه هنا؟ قطع في جاي حاجة في مقلوبة يبقى بواحد. شكرا. ناقص، طب ودي؟ الله، ده ضفزة. طب مقلوبة برضه بواحد. زائد جتا تربيع سيتا، فالسالب تروح مع دي. يبقى الكلام ده المفروض يبقى جذر. بص جذر جتا، وركز كويس جدا هنا. هتقول لي جذر جتا تربيع سيتا، المفروض الجتا تربيع سيتا تاخدها موجب ولا سالب؟ هتقول لي مش فاهم. مش فاهم ايه؟ بص، ما انت عندك لما قلنا جذر س تربيع دي ممكن تساوي موجب وسالب س حسب الظروف اللي احنا عندنا بقى. خلاص، لو السين موجبه هناخدها بالموجب، لو السين سالبه سالب في سالب بموجب. المهم انت هتاخد الجتا دي جذر جتا تربيع تاخدها كده جتا سيتا، ولا تقول سالب جتا سيتا، ولا موجب وسالب جتا سيتا. فانت بص يا باشا، احنا عندنا المفروض الجذر التربيعي نفسه ده لازم يبقى بالموجب، فعشان كده هنحط الكلام ده في مقياس.
خلاص، لان احنا قلنا من زمان ان جذر س تربيع هيساوي موجب وسالب س. طيب ما هو لو كانت امتى ناخدها بالموجب س؟ لو هي كانت مثلا جذر 5 تربيع هنا هتطلع بخمسة. طب لو جذر سالب 5 بكل تربيع هتطلع بسالب 5 عشان تبقى بالموجب. نحن متفقين من زمان الجذر التربيعي لازم يبقى بالموجب، فاحنا نحط هنا في مقياس. فلو الجتا بالموجب المقياس هيخليها بالموجب زي ما هي، لو الجتا بالسالب المقياس هيخلي السالب موجب. اتفقنا على كده؟ يبقى ادي مقياس، والجتا هتساوي المجاور ايوان سالب 5 على 13، والقيمة المطلقة هتلغي السالب يبقى دي 5 على 13. يبقى الإجابة الصحيحة رقم باء. خلي بالك الجذر التربيعي لأي مقدار لازم يطلع عدد موجب. نروح بقى لرقم 30، بيقول لي إذا كان الضلع النهائي ماله لزاوية في وضع القياسي ماشي يقطع دايرة الوحدة في النقطة أ في الربع الرابع، يعني احنا كده كانت الضلع النهائي للزاوية في الربع الرابع. طبعا الضلع الابتدائي ده محترم على اتجاه الموجب لمحور السينات مكانه. الضلع النهائي جاي في الربع الرابع. ماشي يا عم الحاج، وبعدين هنكمل ونشوف بعدين. وحيث الإحداث السين النقطة أ تساوي 5 على 13، فإن أ هتبقى بكام؟ الموضوع بسيط جدا جدا جدا. بص، يا إما تعمله بالقانون ده س تربيع زي الص تربيع بيساوي 1 من السين دي لإحداث السين اللي هي 5 على 13 وصاد اللي هي إحنا عايزين نجيبها بقى. خلاص، يا إما أنا ما بحبش أعمله كده، ما مش عارف، ما بحبش ليه القانون ده بقى. بعمله بالمثلث، أقول له الزاوية عندي يا عم الحاج في الربع الرابع يبقى دي س، وأجي أرسم المثلث بالشكل ده أهو. هيبقى قائم الزاوية هنا، قائم الزاوية على السينات كده. طيب ما هو اداني الإحداث السين نقطة تقاطع الضلع النهائي مع دايرة الوحدة، مش فاهم؟ تعالى نقرا اهو. الضلع النهائي في الوضع القياسي يقطع دايرة الوحدة في نقطة إحداثها سين 5 على 13. لو أنت فاكر قلنا الضلع النهائي لما يقطع دايرة الوحدة في نقطة يبقى الإحداث السيني بتاع النقطة دي هيبقى إيه في الدوال المثلثية؟ جدع يا ابني، هيبقى جاتا. بس أنت عرفت الجاتا ب 5 على 13. هتستفيد من ايه الجاتا دي بقى؟ حلو، نحط اضلاع المثلث هنا او النسب بتاع اضلاع المثلث. الجاتا بتساوي المجاور على الوتر، وده يطلع ب 12، بس خلي بالك ده يوازي الصادات السالب فتخليه بسالب 12. خلاص، والخمسة على السينات الموجب خليها موجب، والوتر ب 13. هو عايز بقى النقطة أ، ما النقطة أ ليها إحداثيين، إحداثيين اللي هو الجتا اللي هي 5 على 13، والإحداث الصاد اللي هو الجاسيتا. فأنت حضرتك لو جبت لنا الجاسيتا اتحلت المشكلة. الجا هتجيبها منين؟ تمام، جدع يا ابني، يساوي المقابل على الوتر يبقى سالب 12 على 13 يا بطل. يبقى النقطة أ تبقى ب 5 على 13 وسالب 12 على 13، يبقى الإجابة الصحيحة رقم أ. تعبت؟ لا اجمد يا بطل، الرياضة دي ممتعة. تعبت ايه؟ بيقول لي إذا كان سيتا قياس زاوية في الوضع القياسي وضلع النهائي يقطع دايرة الوحدة في النقطة نص وصاد، حيث صاد أكبر من صفر، يبقى جاي س بكام؟ طيب نفس الكلام قدامك حلين، لما تبقى احل لك المرة بالحل اللي هو شائع في الكتب ده، س تربيع زائد ص تربيع بيساوي 1، ده ندل على دايرة الوحدة، وتعوض عن الس دي بنص يبقى ده بربع، والصد اللي احنا عايزينها يساوي 1، ود الربع الناحية التانية بإشارة مخالفة، وواحد ناقص ربع يبقى 3/4. خد الجذر التربيعي للطرفين، فالصاد المفروض تبقى بموجب وسالب جذر 3 على الاتنين، بس انا استنى شويه، مش هحط الموجب والسالب. امال هعمل ايه يا مستر؟ بص يا سيدي، هو لك الصاد هنا اكبر من صفر، يعني ايه؟ يعني موجب، بس يبقى الصاد بجذر 3 على الاتنين، والصاد اللي هي الجاي يبقى بجذر 3 على الاتنين. الحل اللي احنا متعودين عليه واللي انا بحبه جدا عشان بيفهمني كل اشارات الدوال المثلثيه والكلام ده. احنا عندنا السين موجبة، عايزين نحدد الربع الذي تقع فيه الزاوية. طب ما هحدده منين؟ ماليش سيتا مثلا تنتمي لفترة معينة. هتحدده من إشارات إحداثيات نقطة التقاطع مع دائرة الوحدة. أنت عندك هنا السين موجب ولا سالب؟ موجب، بتاخد الاتجاه الموجب لمحور السينات. طب والصاد؟ هو قال لك الصاد أكبر من صفر، يبقى هناخد الاتجاه الموجب للصادات. يبقى أنا كده يا باشا في الربع الكام؟ تمام، الربع الأول. هاجي أدخل من نقطة الأصل بالوتر في الربع الأول، وأنزل عمودي على محور السينات، وأقول له دي سيتا دي. وهو بقى اداني الجتا، ايوه برافو عليك، عشان دي السينات اللي هي المجاور على الوتر. من فيثاغورس هيطلع ده بجذر 3
يبقى الجا سيتا هتساوي المقابل على الوتر، يبقى جذر 3 على الاتنين زي ما حليناها بالقانون ده. والله عاجبك الحل ده انت حر، عاجبك الحل ده انت حر، اللي تغلب بها العب بها. خلاص. رقم كام اللي جاي؟ 32. لسه قدامنا شويه كتار، خلي بالك معايا بقى. نشوف المسألة اللي بعد كده. نشوف المسألة رقم 33. بيقول الضلع النهائي للزاوية اللي تقيسها 30 في الوضع القياسي يقطع دائرة الوحدة التي مركزها نقطة الأصل وطول نص قطرها 6. هو شفت أنا قريت غلط إزاي؟ بص عشان أنا قريت غلط نقرا تاني بقى، وأنا بعتذر على هذا الخطأ. بيقول الضلع النهائي للزاوية التي تقيس 90 في وضعها القياسي يقطع الدايرة، مش دايرة الوحدة، التي مركزها نقطة الأصل وطول نص قطرها 6 في النقطة نقط. فاحنا نعمل ايه بقى؟ نيجي نشتغل بقى كده بهدوء شوية. ادي محاور الإحداثيات، محور السينات والصادات والكلام الجميل اللي احنا عارفينه من زمان قوي ده. خلاص. الدايرة اللي هتاخدها بقى مش دايرة الواحد، ده دايرة مركزها نقطة الأصل وطول نص قطرها 6 سم. يعني حضرتك بقى تيجي ترسم لنا دايرة بضمير شوية كده كبيرة اهو الشكل ده اهو. الدايرة دي معوقة مش مشكلة، نص القطر بتاعها دي 6 سم. طيب، وبعدين الزاوية اللي تقيسها 30 في وضعها القياسي، حضرتك هتحط لنا زاوية قياسها 30 في وضعها القياسي، يعني هتاخد لنا بقى رأس الزاوية عند نقطة الأصل، الضلع الابتدائي على الاتجاه الموجب لمحور السينات، والضلع النهائي بتاع الزاوية 30 هيبقى هنا كده. فالضلع النهائي ده هيقطع الزاوية، هيقطع الدايرة اللي طول نص قطرها 6 سم. فانه نقطة بقى، خلي بالك احنا عندنا نص القطر هنا ب 6 سم. فانت حضرتك عشان تعين النقطة دي محتاج تعين احداثها السين والصاد، فتنزل من هنا يبقى ده السينات وده الصادات المقابل زاوية 30. فاكر انت بقى زمان كانت في تاني اعداد الضلع المقابل للزاوية 30 يبقى نص الوتر، يبقى الصادات بتلاتة. بتلاتة ليه؟ عشان هو ده الضلع المقابل للزاوية 60 والصادات. والسينات بقى يا اما تجيبها من فيثاغورس يا اما تجيبها من جتا 30. جتا 30 هتساوي المجاور اللي هو السين على الوتر اللي هو 6، يعني السين هتساوي 6 جتا 30، يعني المفروض تطلع كده 6 في جذر 3 على الاثنين، يبقى 3 جذر 3. يبقى النقطة اللي احنا عايزينها 3 جذر 3 و3. يبقى الإجابة الصحيحة رقم د. نيجي للمسألة اللي بعد كده. بيقول لي زاوية، جيب الزاوية الموجهة سيتا التي في الوضع القياسي يقطع ضلعها النهائي دايرة الوحدة في النقطة 1 وصفر، يساوي جيب تمام الزاوية الموجهة ألفا في الوضع القياسي والتي ضلعها النهائي يقطع دايرة الوحدة في النقطة نقطة. بص ركز معايا بقى وشوف الدنيا في ايه. اقرا كويس وعلى مهلك وبهدوء وبالراحة عشان تفهم احنا بنعمل ايه. جيب الزاوية الموجهة سيتا في الوضع القياسي يقطع ضلعها النهائي دايرة الوحدة في النقطة 1 وصفر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تعالى نشوف يعني ايه الكلام ده. ادي محاور الإحداثيات، نقطة الأصل، وادي دايرة الوحدة، ونرجع نقرا مرة تاني. بيقول لك ايه؟ في زاوية اسمها سيتا في وضعها القياسي، يبقى نحط راسها فين؟ عند نقطة الأصل. ضلع الابتدائي فين؟ يدعبنا على الاتجاه الموجب لمحور السينات. وضلع النهائي يقطع دايرة الوحدة في النقطة 1 وصفر. في النقطة 1 وصفر، يعني هيبقى الضلع النهائي هو بعينه الضلع الابتدائي عشان تبقى النقطة دي 1 وصفر. لو قلت لك الزاوية دي قياسها كام؟ هتقول لي صفر أكيد يعني. طيب الزاوية سيتا فين جيبها؟ جيبها اللي هو الإحداث الصاد اللي هو صفر. تمام كده؟ طيب. بيقول لك جيب الزاوية الموجهة سيتا التي في الوضع القياسي يقطع ضلعها النهائي دايرة الوحدة في النقطة 1 وصفر، يساوي جيب تمام الزاوية الموجهة ألفا في الوضع القياسي والتي ضلعها النهائي يقطع دايرة الوحدة في النقطة نقط. وادالك اختيارات بقى. فاحنا عايزين هناخد النقطة اللي فيها الصادات بصفر. ليه؟ لأن جا ألفا كمان هيساوي جا سيتا زي ما هو قال لي كده، وجا سيتا أنا طلعتها بصفر، يبقى ناخد النقطة اللي إحداثها الصاد بصفر، والسين بكام بأي حاجة طبعا.
يعني ممكن ينفع عندنا بقى نص وصفر، تلات ارباع وصفر، اي حاجه وصفر. فاحنا ما عندناش في الاختيارات غير سالب واحد وصفر. ايه؟ بص يا اخوان، حد بيقول لي ايه هو الزاويه دي الفا مش المفروض تكافئ الزاويه سيتا؟ لا ما تكافئهاش. مين اللي قال لك تكافئها؟ انا بقول لك جيب الزاويه الموجهه الفا بيساوي جيب تمام الزاويه سيتا بيساوي، يعني جا سيتا بيساوي جا الفا. ومش معنى ان جا سيتا بيساوي جا الفا يبقى الزاويتين دول متكافئتين. خلاص، دول مش متكافئتين. الزاويتين متكافئتين اللي هم واحده منهم بتساوي الثانيه زائد دورات زي ما قلنا قبل كده 360 فنون والليله دي كلها. فنخلي بالنا من القصه دي. رقم 35 جيب الزاويه الرباعيه. احنا قلنا يعني ايه زاويه رباعيه؟ قلنا يعني ايه زاويه رباعيه؟ تمام، يعني تقع على حد المحاور، عشان كده بيسموها زاويه محوريه. فانت لو عندك زاويه رباعيه يا اما هتلاقيها هنا، والنقطه دي هيبقى ضلع عنها يقطع دايره الوحده في النقطه واحد وصفر، يا اما هتلاقيها هنا يبقى ضلع عنها يقطع دايره الوحده في النقطه صفر وواحد، يا اما هتلاقيها هنا يبقى نقطه تقاطع ضلع عنها مع دايره الوحده يبقى كام هنا؟ ايوه كده، سالب واحد وصفر. جميل، واقع انت ومركز جامد. يا هنا تمام صفر وسالب واحد. طيب، فهو عايز جيب الزاويه دي، جيب الزاويه اللي هو الاحداث الصادم، فجيب الزاويه ممكن يبقى صفر وممكن يبقى واحد وممكن يبقى صفر وممكن يبقى سالب واحد. يبقى جيب الزاويه الرباعيه هينتمي الى المجموعه صفر وواحد وسالب واحد. خلاص. نيجي بقى لرقم 36، بيقول لن النسب المثلثيه الاتيه كلها لنفس الزاويه التي قياسها سيتا وتقع في الربع الثالث معا. انا مش فاهم حاجه، يلا نقرا ونفهم تاني. النسب المثلثيه الاتيه كلها لنفس الزاويه التي قياسها سيتا والتي تقع في الربع الثالث. طيب يبقى احنا عندنا دلوقتي في زاويه تقع في الربع الثالث. في الربع الثالث يعني السيتا تبقى هنا. ساعتها خليك فاكر في الربع الثالث يبقى جاء الظاه ومقلوبها هما اللي موجب والباقي سالب. طب ينفع الجا سيتا تبقى بسالب 3 على 10؟ طالما احنا في الربع الثالث يبقى الزاويه دي الجا تنفع تبقى بالسالب، والقاء مقلوب الجتا والجتا بالسالب. تمام، يبقى كمان دي تنفع. سيتا احتمال تطلع بسالب جذر 10 لان احنا في الربع الثالث، والقاء مقلوب الجتا والجتا بالسالب. طيب الزتا سيتا بتلت يعني بالموجب، انا مش مهم بقى تلت ربع، المهم الاشاره نفسها. الزتا في الربع التالت موجب يبقى دي تنفع. طب القتا دي مقلوب مين؟ مقلوب الجا، والجا في الربع التالت سالبه، فالمفروض القتا تبقى سالبه، فمستحيل القتا سيتا تطلع بموجب طالما الزاويه في الربع التالت، يبقى دي اللي مش تنفع معانا. هي الاجابه الصحيحه على فكره. بيقول لك النسب المثلثيه الاتيه كلها لنفس الزاويه التي تقيسها سيتا ما عدا دول ينفعوا يبقى نسب مثلثيه لاي زاويه تقع في الربع الثالث، الثلاثه دول. لكن دي مستحيل تنفع تبقى زاويه مثلثيه الزاويه تقع في الربع الثالث. ليه؟ ايوه عشان القطع في الربع الثالث سالبه ودي موجبه. نروح للمساله اللي بعد كده رقم 37. اذا كان ج س زائد ج ص بيساوي 2. والله رائعه المساله دي. وس وصاد تنتمي للفترة صفر واتنين باي، فإن س زائد ص هتساوي كام؟ بص المسألة الجميلة دي يلا نفكر فيها سوا. بقول لك س وصاد تنتمي للفترة صفر واتنين باي، يعني س وصاد في الربع الكام؟ واحد. ده من صفر لاتنين باي فهي ربع من من الأربع تربع ولا إيه؟ مش دي من صفر ل 360؟ يبقى حكاية الإرباع هنا دي ملهاش لازمة بالنسبة لنا. خلاص؟ طب جا سيتا زائد جا س بيساوي 2، هي الحتة دي بقى اللي عايزك تركز فيها. وقول انت بقى نفكر ازاي. لو وصلت للفكرة هنرفع لك القبعة. ففكر معايا بطل وقول الدنيا هتمشي ازاي. انا بفكر معاك اهو ومش عارف ايه الحكاية. طب اقول لك على حاجة، انا هفكرك بمعلومة ممكن تساعدك شوية. احنا قلنا الجاسيتا تنتمي للفترة، قلنا الجاسيتا لو صغرت قوي تبقى بسالب واحد، ولو كبرت قوي تبقى بواحد. اتفقنا على كده؟ ونفس الكلام الجاتا سيتا تنتمي إلى الفترة سالب واحد وواحد. أتمنى تكون المعلومة دي هتساعدك في حاجة. تمام؟ طيب
هتقول لي ايه علاقة المعلومة دي بالموضوع ده؟ ما هو والله العظيم هو حل المسألة دي في المعلومة دي. انا بقول لك الجا سيتا لو كبرت قوي هتبقى بواحد، ولو صغرت قوي تبقى بسالب واحد. والجاتا سيتا لو صغرت قوي هتبقى بسالب واحد، ولو كبرت قوي هتبقى بواحد. برضه مش فاهم وبعدين. طب ما تيجي يا عم نركز في النقطة ده، هكتبه لك اهو. جا سيتا زائد جاتا صاد بيساوي 2. فده ما قدامناش حل غير ان الجا سيتا تبقى بكام؟ تبقى بواحد. والجاتا سيتا والجاتا صاد تبقى بواحد، عشان يبقى واحد زائد واحد يساوي 2. تقول لي طب ايه المانع تبقى الجا سيتا مثلا بسالب واحد؟ طب ما هو لو الجا سيتا بسالب واحد، عشان الجا س زائد الجاتا صاد يديني 2، هتبقى الجاتا صاد بموجب 3، عشان 3 وسالب 2 يبقى 2. والجاتا ما ينفعش تزيد عن واحد. قولي طب ما نخلي الجاتا صاد دي مثلا بنص. ماشي، ينفع الجاتا صاد بنص. طب لو الجاتا صاد بنص يبقى المفروض نص زائد كام يديني 2؟ نص زائد واحد ونص. طب ينفع الجاتا يبقى أكتر من واحد؟ ما ينفع. عشان كده بص، الحل للمسألة دي كده ما قدامناش غير احتمال واحد. كام زائد كام يتساوي 2؟ مفيش. بحيث يبقى العددين دول بين السالب واحد والواحد، ما قدامناش احتمال غير الواحد والواحد. يبقى ساعتها الجا س هتبقى بواحد، والجتا صاد هتبقى بواحد. اقول الكلام ده مرة تاني، نقول مرة تاني. هو قال لي الجا زائد الجتا لازم يبقوا باتنين، وانا حاطط في دماغي ان الجا لازم تبقى من سالب واحد لواحد، والجتا من سالب واحد لواحد. فالرقمين اللي هيحققوا المعادلة دي ويحققوا الفترات دي، الشرطين دول، مفيش غير واحد زائد واحد، عشان واحد زائد واحد يساوي 2. لو خليت مثلا دي بصفر يبقى دي لازم تبقى باتنين، وما ينفعش الجاتا تبقى باتنين اصلا. ما ينفعش تزيد عن واحد. هتقولي طب ما انا اخلي دي بسالب واحد، يبقى لازم تبقى بتلاته، عشان تلاته وسالب واحد يبقى 2. وما ينفعش الجاتا تبقى اكتر من واحد. وبالتالي هنا ما قدامناش غير حل واحد بس، ان الجاتا تبقى بواحد والجاتا تبقى بواحد. يبقى جا س بواحد، الزاويه اللي ظلها واحد بقى اللي هي 90، مش كده ولا ايه؟ باي على الاتنين. هتقول لي في حل تاني مش الجام وجابه يا مستر؟ المفروض الجام وجابه يبقى انا عندي في حل في الربع ده والربع ده. ما هو الجاب واحد، وطالما الجاب واحد احنا قلنا الجاب لو بصفر او بواحد او سالب واحد، يبقى احنا على المحاور للزوايا الرباعيه يعني. وبالتالي احنا ايه ده؟ الزاويه س دي هتبقى هنا على محور ضلع النهايه، يبقى على محور الصادات الموجب. يبقى ساعتها ما فيش حل غير ان السين تبقى باي على الاتنين. والجتا صاد بواحد، يبقى اذا الصاد ضلع على النهايه لازم يبقى هنا كده على محور السينات الموجب. يبقى الصاد ساعتها هتبقى بصفر. يبقى ساعتها س زائد صاد هيساوي 90 زائد صفر، يعني باي على الاتنين. جميله جدا المساله دي وحلوه جدا. اتمنى تكون اتفهمت بقى. نروح لرقم 38. بيقول لي اذا كان المستقيم اللي معادلته الكلام ده يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاويه قياسها سيتا، فان جا سيتا هتساوي كام؟ فاكر انت بقى بتاع تالتة اعدادي دي؟ ده ميل الخط المستقيم. ميل الخط المستقيم، يعني هنا عندنا ميل المستقيم ده هيساوي 3 ارباع. وفاكر بقى ميل الخط المستقيم، ارسم عشان تركز معايا اهو. المستقيم يصنع مع محور السينات الموجب زاويه قياسها سيتا. كان ايه علاقه ميل الخط ده بالسيتا دي؟ فاكر يا بطل؟ اه فاكر، برافو عليك، جميل. هي ظل الزاويه ظا سيتا بيساوي 3 ارباع. خلاص. طيب يبقى كده الزاويه تبقى زاويه حاده. هتقولي طب وليه زاويه حاده؟ ليه ما تبقاش مثلا، ما احنا عندنا في الربع الظا موجبه في الربع الاول، الزاويه الحاده بتاعتك دي يا مستر اللي انت قلت عليه، والظا موجبه في الربع الثالث. ليه ما تبقاش الزاويه في الربع الثالث؟ ما لو انت في الربع الثالث زاويه تبقى اكبر من 180، والزاويه بين مستقيمين ما ينفعش تزيد عن 180 درجه. وبالتالي هنا احنا لازم تبقى عندنا الزاويه في الربع تبقى زاويه حاده. فنرسم المثلث الجميل هنا ونحط بقى المقابل على المجاور. يبقى ده بخمسة. يبقى جتا، ولا هو عايز ايه؟ عايز الجاسيتا. يبقى جاسيتا تساوي المقابل على الوتر، يبقى 3 على 5. رقم 39 بيقول لي أ ب ج مثلث قائم الزاوية في أ. تعالى نرسم مثلث قائم الزاوية في أ. استأذنك بقى المرة دي هرسمه بالشكل ده بقى. ادي الزاوية أ اللي هتبقى قائمة اللي هي دي. المثلث ده قائم الزاوية في أ. أ ب ج مثلث قائم الزاوية في أ. وقال لك بعد كده أ د عمودي على ب ج. أ د عمودي على ب ج. أ د وده ب6 سم. وبيقول لك زتا ب زائد زتا ج بيساوي 5 على 2.
فإن ب ج المفروض تساوي كام سنتي؟ الله، شفت بقى الجمال. بص يا بطل، عند المثلث قائم الزاوية وهنا في عمود الحتة دي ب6 سم. طب ما تيجي نجيب الزتا ب دي ونجيب الزتا ج دي وقال تساوي 5/4. طيب ماشي، الموضوع جميل جدا. طيب بص يا عم الحاج، أنا بفكر معاك أهو عشان نشوف حل للمشكلة دي. والله 5/2 دي سوري. طب هو لو قلت لك هات الزتا ب تعرف تجيب لي الزتا ب؟ أيوه، أنت تشتغل في المثلث ده جميل اللي هو أ د ب. الزتا بتساوي إيه؟ الزتا دي مقلوب الجا على ما اظن، مش كده ولا ايه؟ مقلوب الظا، مقلوب الظا يا مستر ركز. الزتا مقلوب الظا، ايوه مقلوب الظا. الظا تساوي المقابل على الوتر. طب المقابل على المجاور، المقابل ب6 والمجاور ما اعرفوش بكام. طب ما تيجي نفرضه اي حاجه، هو ب د، يبقى المفروض الزتا تبقى ب د على 6. تمام كده يا بطل زي. طيب نيجي للجتا جيم. الجتا جيم الزاتا ولا ايه دي؟ الزاتا جيم، الزاتا جيم، الزاتا جيم برضو المجاور على المقابل، يبقى د الجيم على 6. الكلام ده يساوي 5/2. الله على الجمال بتاع المثلث. اقول تاني، بص يا عم الحاج، في المثلث ا د ب اعرف اجيب الزاتا. الزاتا هتساوي المجاور على المقابل، يبقى ب د على 6. وفي المثلث ا د ج اعرف اجيب الزاتا ج المقابل على المجاور، يبقى د ج على 6. المقامات هنا موحده صح، فكنا بناخد منهم مقام ونجمع بقى. ب د نجمع البسط زائد البسط هيساوي 5/2. انا ماشي معاك واحده واحده اهو، مش مستعجل. الب د، تعالى نجمع الب د زائد الدال ج، لو جمعتهم هيديك مين؟ ها قول لي بقى انت، ب د زائد د ج. يا راجل ب د زائد د ج، ما هو ب د ونحط عليها د ج تبقى ايوه كده تديني الب ج، يبقى احط هنا ب ج وهنا 6 وهنا 5/2. يبقى تقول لي ان الب ج ده هيساوي كام؟ برافو عليك، 6 في 5/2 يعني 30/2 يعني 15 سم، يبقى دي ب 15 سم. مصحصح لحد كده؟ انا عارف الموضوع طول وانت تعبت، لكن الرياضه دي متعبه بس لذيذه، حلوه جدا، جميله، ممتعه يا سيدي. انت بتتسلى والله كانك بتسمع فيلم اكشن. طيب نروح لرقم 40. اذا كان هي قياس زاويه موجهه في الوضع القياسي لها، اقرا بالراحه كده، استمتع ما تتصربع. ايه مالها؟ قياس زاويه موجهه في الوضع القياسي لها. طيب ماشي، وبعدين؟ ضلع النهائي يقطع دايرة الوحدة في النقطة س وص. حلو، جميل. س أقل من صفر، ظاهب 3 سالب 3/4، س زائد ص. بص بقى، نروح نحدد الربع الذي تقع فيه الزاوية. أنا بحب الكلام ده مش عارف ليه. ادي الارباع بتاعتنا يا سيدي، الأول والتاني والتالت والرابع والمحاور والكلام الجميل اللذيذ اللي احنا زهقنا منه ده. خلاص طيب ماشي. هي قياس زاوية موجهة، ماشي يا سيدي. وضع القياسي لا مش عارف ايه واللخبطة دي كلها. ضلع النهاية يقطع دايرة الوحدة في النقطة س وص. طب أنا في الربع الكامل الأول ولا التاني ولا التالت ولا الرابع؟ ما تستعجلش، واحدة واحدة. قال لك س أقل من صفر، يعني إيه الكلام ده؟ يعني س سالب، فأنت هتاخد السينات السالب بس. حلو. طب ما يا مستر، ما السينات السالب ممكن تبقى في الربع ده أو ده، معاك حق وأنت مركز وأنا بحبك وأنت كده. خلاص، فأنت عندك ده س سالب، يبقى أنا ممكن أبقى في الربع التاني أو الربع التالت. يعني انا كده لسه مش محدد الربع. معاك حق، لحد هنا لحد هنا مش محددين الربع. طب ما يلا نكمل قرايه، يمكن ربنا يكرمنا ونلقى معلومه تحدد لنا الربع. قال لي صاحب سالب 3/4. الله، الظا سالبه. طيب الظا سالبه، ينفع الظا تبقى سالبه في الربع الثالث؟ اكيد لا، لان الظا في الربع الثالث موجب. يبقى انا كده كل المعطيات بتقول لي ما ينفعش غير تبقى في الربع الثاني. تيجي تبقى من راس من البتاع دي اسمها ايه؟ نقطة الأصلة تدخل في الربع التاني وتنزل عمودي على محور السينات، وتقول السيتا هتبقى في الحتة دي. خلاص؟ وضحت الحكاية دي؟ طيب هو عايز بقى س زائد ص. مين السين ومين الصاد بقى؟ تعالى نرجع نقرا تاني يمكن نسين. ه قياس زاوية موجهة، دي هي والله هنسميها ايه عشان الراجل كان مسميها اهي. موجهة في الوضع القياسي لها، ضلع النهاية بتاع دايرة الوحدة. طالما النقطة دي نقطة تقاطع الضلع النهائي مع دايرة الوحدة، يبقى أكيد السين هتبقى جتا اهي، يبقى جتا اهي هتبقى س، والصاد هتبقى جا اهي، يبقى دي صاد. يعني حضرتك عشان تجيب س زائد صاد هتجيب لنا الجتا اهي والجا اهي، وعشان تجيب الجا والجتا والظا اللي دي كلها لازم تحط لنا بقى
النسب بتاع اضلاع المثلث. ما هو اداني الظا بتساوي المقابل على المجاور، وده ابن فيثاغورس 5. نحط الاشارات، خلي بالك الاشاره دي طناشها، مش عايزك تحطها وانت بتشتغل. بعد ما تعمل الاضلاع كده، دي على السينات السالب تخليه سالب، وده يوازي الصادات الموجب تخليه موجب، والوتر دايما موجب. بس كده انت عملت اهم حاجه في المساله. هات لنا بقى س زائد صاد، يلا بقى عشان نخلص. ما السين اللي هي الجاتا مش كده ولا ايه؟ والصاد اللي هي الجايه. يلا احسب انت ملين عشان اكتب، انا مش هتكلم اهو. اهو. تمام. فهمت حاجه؟ الجدل المجاور على الوتر، الجدل المقابل على الوتر. مقامات موحده، -4 و3 يبقى بسالب 1. يبقى الاجابه الصحيحه رقم الف. رقم 41 بيقول لي إشارة الدالة د س بيساوي ق س تكون نقط في الربع ده. طيب بص يا سيدي، احنا في الربع الكام؟ ناخدهم واحدة 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 واحدة، من 0 ل 90 الربع الأول، صح؟ أهو 0 ل 90 الربع الأول. وفي الربع الأول الكل موجب، يبقى الإشارة دي تبقى موجبة. كلام عبيط وهبل. احنا هنا في الفترة دي نعمل لها رسمة تانية. يا سلام، نعمل لها رسمة تانية من 270 ل 360 هنا، فنبقى في الربع ده. القاضي مقلوب مين؟ مقلوب الجتا، والجتا في الربع الرابع موجبة، يبقى كمان دي تبقى موجبة. يبقى الإجابة الصحيحة تبقى رقم ألف، وشكرا. والكلام ده سهل جدا. حين هو ندخل على المسائل الجميلة بقى، بتاع مسائل تقيس مهارات التفكير. بص بقى، ما تبقاش طالب كده همتك تعبانة ومخيخة وتقول لي المسائل دي للطلبة المتفوقين وأنا مش متفوق. عيب يا لما تقول على نفسك كده، أنت متفوق وسيد المتفوقين كمان. فركز واشتغل بقى، وخليك واعي ومركز معانا كده واجمل. بقول في دايرة الوحدة التي مركزها واو، اللي هي نقطة الأصل. تعالى نرسم كده واحدة واحدة ونشوف إيه الحكاية. في دايرة مركزها واو، وخلي بالك دي دايرة وحدة. نرسمها بلون تاني عشان الألوان بتخلينا نفكر كويس. بس للأسف المستر بيرسم الدايرة مش كويسة، يلا معلش بقى استحملوني. دي دايرة الوحدة، يعني نص القطر ده واحد. طب بيقول لي إيه بقى؟ إذا كان طول القوس ب ج بيساوي تلت باء. تلت باء. سامع واحد بيقول لي يعني تلت باي، الباي دي ب 180، تلت في 180 ب 60. لو كنت عملت كده انا هزعل منك بجد يعني. او ممكن ما ازعلش منك، احتمال له طول الفيديو ابتديت تسرح مني، خلاص مقبوله. لكن لو عملت كده وانت مركز هزعل انا بقى. ليه يا مستر تزعل ليه؟ مش قلت لنا الباي ب 180؟ لا، ده الباي ب 180 لو انا قلت لك ده تقدير دائري، ما اعرفش باي على 3 راديان وانت تحوله بقى عشان تخليه 60 فيطلع 60 درجة. لكن هنا ركز بقى، بيقول لك ده مين الباي؟ التلت باي ده طول القوس. ايوه جدع يا ابني. وطالما ده طول نص قطر، طول قوس، طول اي حاجه، فالباي ده تبقى ب 3.14 او 22 على 7. احنا هنسيبها زي ما هي. فانت هتيجي تاخد قوس، هتقولي طب القوس ده فين بدايته وفين نهايته؟ والله انت حر، حطه في اي مكان. انا ممكن اقول لك ايه، بص، انا هاجي يا سيدي هاخد النقطة ب هنا وهاخد النقطة ج هنا، بحيث القوس ده يبقى طوله باي على 3 او تلت بقى. هو عايز بقى، والزاوية دي كان مركزها نقطة الاصل، وعايز قياس الزاوية دي. وما اعرفش الواو دي كمان نقطة اصل ولا مش نقطة الاصل. هو قال لك واو، بس انا بنعتبر ان واو دي نقطة الاصل. جميل كده. قال لي في دايرة الوحدة يعني نص القطر ده بواحد. طب ماشي، وعايز قياس زاوية ب واو ج. دي بقى تقريبا معلومة في ثالثة إعدادي صرف، يعني تقريبا مالهاش علاقة بالمنهج بتاعت أولى ثانوي يعني. هتقول لي إزاي؟ مش احنا قلنا لك زمان في حاجة اسمها قياس القوس؟ قياس القوس اللي خدناه في ثالثة إعدادي كان بيساوي إيه؟ فاكر ولا نسيت؟ فاكر؟ لو فاكر يبقى أنت عظيم، ونرفع لك القبعة ونقول لك جدع ابني أنت زي الفل. لو مش فاكر ليك عذرك، ولا يهمك يا بطل، ولا يهمك، افكرك ايه. ها انت مين في دول بقى، اللي ليه عذره ولا اللي فاكر؟ تمام انت فاكر. طيب يلا قول لنا بقى قياس القوس هيساوي ايه. كنا بنقول النسبة في 360. ايه حكاية النسبة دي بقى؟ الخط الوحش اللي كاتبه المستر ده. النسبة قلت لك القوس ده مثلا يمثل تلت دايرة ربع دايرة. اوعى تقول لي التلت ده، لا لا لا. تلت يقول لك مثلا القوس ده ربع دايرة، يبقى ربع في 360. نص دايرة يبقى نص في 360. ما هو ما ادانيش النسبة بقى. قلنا لك في ثالثة اعدادي لو النسبة دي مش معلومة تجيبها ازاي؟
فاكر؟ لو النسبة دي مش معلومة تجيبها ازاي؟ قلنا ايوه، برافو يا الله، الناس جميلة وفاكرة. طول القوس على محيط الدايرة، طول القوس على محيط الدايرة. رائع والله يا ابني، برافو عليك. تستحق ان احنا نتعب من اجلك. طول القوس هيبقى تلت باي، ومحيط الدايرة كام؟ 2 باي نق. والنق دي بكام؟ ما قال لك الزاوية اللي بتاع دي اسمها ايه؟ الدايرة دي، ودايرة واحدة يبقى واحد، تروح الباي دي مع الباي دي، فتلقى النسبة بتاعتك هتطلع تلت على 2 يبقى بسدس. يعني النسبة دي بسدس، يعني قياس القوس هيساوي سدس في 360، يعني يساوي 60 درجة ولا ايه؟ هتقول لي يا مستر انت جبت قياس القوس ده ب 60 درجة. اه، قياس القوس ب 60 درجة. طب وانا مالي؟ ده هو عايز قياس زاوية ب واو ج. مش انا قلنا لك يعني ايه قياس القوس زمان في ثالثة اعدادي؟ ولا انت نسيت؟ نسيت؟ مش مشكلة. قياس القوس هو قياس الزاوية المركزية المقابلة ليه. فلو قياس القوس ده ب 60 درجة يبقى قياس الزاوية دي ب 60 درجة، يبقى دي كمان ب 60 درجة. يعني قا زاوية ب واو ج كانوا بيقولوا قا 60. والقا دي مقلوب مين؟ مقلوب الجاتا. طب والجاتا 60 بكام؟ بنص. يبقى القا 60 بكام؟ باتنين. يبقى الإجابة الصح تبقى رقم 2. جميلة؟ أكيد جميلة طبعا، ما في حاجة في الرياضة مش جميلة. طيب بيقول لك إذا كان ألف هي أكبر قياس زاوية حادة في مثلث أطوال أضلاعه 5 12 13 من السنتيمترات، فإن ذات ألف هتساوي كام؟ أنا عايزك بقى يا بطل تركز معايا برهة من الوقت، وتقول لي التلات أعداد الجمال دول أبص عليهم شوية. 5 12 13، 5 12 13، 5 12 13. في قصة ليهم دول، شامم فيهم ريحة مين انت بقى؟ 5 12 13 ده اتكرروا قدامك كتير كتير في مشوارك التعليمي، وكتير في السنة دي. 5 12 13. مش مركز؟ لا ركز كمان شويتين. 5 12 13. مش مركز؟ طيب ماشي، تعالى نربع الضلع ده، طيب يبقى 25. ونربع الضلع التانية 44. ماشي، واجمع لي دول على بعض 9 6 1. طيب اربع ده لوحده 13 تربيع، اجمعهم 9 6 1. الله، ده مجموع المربعين دول، مجموع مربعي الضلعين الصغيرين طلع يساوي مربع الضلع الكبير. فده معناه ايه؟ افتكرت ولا لسه؟ اه افتكرت كده بقى. يبقى المثلث قائم الزاوية. هايل. يبقى احنا عندنا هنرسم مثلث قائم الزاوية. يبقى المثلث ده انا عرفته قائم عشان الاضلاع دي اضلاع مثلث قائم الزاويه. طبعا الوتر يبقى ب 13، ده اكبر ضلع في المثلث هيبقى الوتر. وده ممكن يبقى ب 12، وده ممكن يبقى بخمسه. حلو جدا، ده اللي انا عرفته من اضلاع المثلث. قال لي ذات الف. طب الالف هتبقى فين؟ قال لي الف هي قياس اكبر زاويه حاده. يبقى فين الالف؟ هنا ولا هنا؟ اه هنا. ليه طيب؟ تمام، عشان دي تقابل الضلع الكبير. ما ده بخمسة وده ب 12، فالزاوية الكبيرة هي تقابل الضلع الكبير. يبقى ألف تبقى هنا. عايزين بقى نجيب زتا ألف. كلام فارغ بقى. الزتا دي مقلوب الجا، والجا المقابل على الوتر، يبقى دي الوتر على المقابل. يبقى 12 على 5، وشكر الله سعيك. المسألة اللي بعد كده بيقول لي إذا كان أطوال أضلاع مثلث قائم الزاوية هي الكلام ده. نرسم مثلث قائم الزاوية أهو. مثلث بيقول لي عليه أ ب ج. أ ب ج قائم الزاوية هنا مثلا. هو قال المثلث قائم الزاوية فين؟ ما قالش. هو قال إذا كانت أطوال أضلاع مثلث أ ب ج قائم الزاوية هي ده كله. وكان ب ج أصغر ضلع. أصغر ضلع دول من ده س ناقص 7، ودي س، ودي س زائد 1. فيبقى س ناقص 7 هي أصغر ضلع. طبعا ودي هتبقى س، والوتر يبقى أكبر أضلاع المثلث بقى. فإن قا ألف، عايزين نجيب قا ألف. طبعا عشان تجيب القا دي، القا مطلوب مين؟ زهقت أنا عارف، مطلوب الجتا. يبقى المجاور على الوتر. فأنا لو عرفت يبقى القاء الوتر على المجاور، فالفكرة نجيب السين في المسألة. طب ما هو ده مثلث قائم الزاوية، فممكن تستفيد منه إيه؟ يا سلام، سلام عليك وأنت بتقول الكلام الجميل ده. بتغني مركز وواعي، وأنا بحبك جدا جدا. هنقول له بقى نطبق عليه نظرية فيثاغورس. يبقى س زائد 1 تربيع هيساوي الوتر تربيع هيساوي الضلع ده تربيع زائد الضلع ده تربيع. فك بقى أقواسك وجمع حدودك المتشابهة وخلص مسألتك. القوس اللي عليه تربيع مربع الأول تمام، يلا غنى عشان أكتب. ومربع التاني والأول في التاني في 2. أدي س تربيع في كل القوس ده
مربع الاول وادي مربع التاني وادي الاول في التاني في اتنين. جميل. يلا نجمع الحروف المشابهه دي هتروح مع دي، يبقى في س تربيع هنا. هات لنا بقى الاتنين س الناحيه دي واجمعها على سالب 14. ايه اللي انا كتبته ده؟ ثواني ثواني ثواني، نشيل اللي يساوي دي. دي هتبقى س تربيع، دي اللي باقيه. هدي هنا يبقى سالب 2 وسالب يبقى بسالب 16 س. وهات الواحد هنا بإشارة مخالفة وطرحه من ال 49 يبقى 48. الكلام ده يساوي صفر. حل المعادلة دي بقى تحلها بالآلة الحاسبة، تحلها بالتحليل. اتس اب تو يو، اللي يعجبك اعمله. س في س، عايزين عادين حاصل ضربهم 48 ومجموعهم 16 تقريبا كده على ما اتذكر. 4 في 12 4 في 12 ب 48، مجموعهم 16 وده سالب وده سالب. لو جينا حلينا هنا بقى يبقى السين هتطلع ممكن بأربعة وممكن السين تطلع ب 12. طب بص، لو حطينا السين بأربعة هيبقى 4 ناقص 7 يبقى بسالب 3، فمفيش ضلع بالسالب فده مرفوض ما ينفعش معانا ده. يبقى السين هتبقى ب 12. يلا نعوض عن السين ب 12 كده. يبقى 12 ناقص 7 ده بقى ب5، وده يبقى 12 وده يبقى 13. جميل كده. هو عايز قا ألف، القا مقلوب الجتا يبقى الوتر على المجاور يبقى 13 على 12. يبقى الإجابة الصحيحة رقم ج. وتعبناك معانا وركز في اللي جايه دي بقى. بص المسائل اللي جايه دي بقى حاجه كده من الاخر، يعني حاجه فاخره جدا. بيقول لك اذا كانت جميع المربعات متطابقه، يعني ايه متطابقه؟ يعني الاضلاع كلها تساوي بعضها. ممكن تعتبر ده واحد وده واحد وده واحد او ده اتنين وده اتنين، انت حر بقى. خلينا في الوحيد، احنا بنحب الارقام الصغيره. عايزين نجيب زتا س زائد زتا ص زائد زتا ع. اشتغل بقى واحده واحده. طيب يلا نجيب زتا س. فواضح ان زتا س هتتحط في المثلث ده. ممكن اكبره لك شويه عشان تشوفه. خلاص، انا خدت المثلث ده اهو. بص المثلث ده وكبرته اهو، والسين محطوطه هنا. فلو ردنا لو فرضنا ده واحد ده بواحد، هدول نخلي ده اتنين. انت حر بقى، انت عايز تخلي ده 100 خليه يبقى ده 100 وده 100. طب الزتا المفروض مطلوب الزتا مطلوب مين؟ الظا، يبقى المجاور على المقابل يبقى ده بواحد. حلو جدا. طيب نشيل بقى المثلث ده عشان ما يرخمناش، ونشيل كمان المثلث ده عشان ما يقرفناش، ونرجع نجيب القلم بتاعنا ونكمل. عايزين نجيب زتا صاد. طب صاد فين المثلث؟ ايوه في المثلث ده. شايف المثلث ده؟ حلو لحد الدنيا كده ما فيهاش مشاكل. خلاص، اكبر لك المثلث ده اهو، كبره لك ولا تزعل اهو. خلاص اهو. دي صاد. قد دول كام مربع؟ واحد ودول اتنين. الزتا بقى المفروض تساوي المجاور على المقابل يبقى بنص. طيب زتا عين، نمسح بقى الكلام ده اهو. شوف زتا عين هو عشان برضه نركز. يلا اشتغل معايا كده، هات لي انت الزتا عين بقى. تمام، برافو عليك. هتشتغل في المثلث ده هو ده. ناقص هنا واحد اتنين تلاتة على واحد، هو عايزين الزتا برضه يبقى بواحد على تلاتة. واحسب حسبتك الجميلة دي. مش عارف توحد المقامات. ستة، يبقى هنا ستة زائد تلاتة زائد اتنين. الكلام ده هيساوي 11 على 6. هتقول لي انت بتعمل ايه؟ مالكش دعوة بقى لو مش عارف انا عملت ايه. الآلة الجميلة بتاعتك واحسب عليها الكلام ده. نروح بقى للمسألة رقم 5 عشان الناس ابتدت تتعب. معلش يا بطل اجمد شوية، احنا قربنا نخلص عشان المسألة دي جميلة وحلوة جدا جدا. بص بقى ركز معايا. عايزين نجيب ظا س زائد زتا ص. بص ركز، انا هصغر لك القلم عشان عايزين احنا نتعامل هنا بمشرط الجراح هنا. شايف السين فينا؟ بص بص زاوية س اهي اهي. يعني لو خدنا المثلث ده، بص هتلاقي ده واحد بس الضلع ده مش مكمل الواحد. بص في حته مقطوعه، حته ناقصه. اتمنى تكون شايفها. ممكن اكبر لك الموضوع شويه ونركز على المثلث نفسه. بص بص، احنا هنشيل ده كله مش مشكله ده. اتمنى تكون الدنيا واضحه كده وركز معايا في الرسم. بص يا سيدي، ادي لو انت خدت السين في المثلث ده اهو ده. ماشي. هتقولي طب ما حلو، ازاي تساوي المقابل على المجاور؟ طب المقابل بواحد، ماشي المقابل بواحد. بس المجاور انا مش عارفه بكام لان في حته مش ناقصه منه ها. فانت تعمل ايه؟ يبقى عندك مشكله زي كده، تبدا تشغل دماغك. هو انت ليه غير دماغك هتشغله؟ تبدا تشغل دماغك عشان ينقذك من اللي احنا فيه ده. طيب تعالى نكبر القلم سنه كمان كده ونشتغل على الوضع. بص، ما انت هتدور لنا على زاويه تساوي قياس زاويه س. تستفيد بقى من هندسه الشكل. هسيبك تفكر شويه وانا هفكر معاك، ادينا بنفكر سوا. حاول تطلع بقى في الشكل الجميل الحلو ده
زاوية تساوي زاوية س، وهتقول لي ليه؟ هتقول لي طب ما الزاوية دي تساويها بالتقابل بالرأس، أقول لك جدع يالا، بس الزاوية دي لو حطيناها في المثلث ده يبقى برضه عندنا في مشكلة من المثلث ده، لا عارفين المقابل كام ولا المجاور كام. طيب يبقى ندور على حاجة غير كده. ممكن تقول لي أكتر من حاجة لو أنت مركز، أسيبك تفكر شوية بقى، قول لي إيه الحكاية. وأنا بفكر معاك أهو. قول لي والله يا مستر أنا ممكن أشوف إيه، أنا مش شايف حاجة. طيب فكر معايا كمان شوية ما دام نفكر سوا. طب ايه رأيك مش الزاوية دي تقابل دي بالرأس، يعني دي سي. طب ممكن تجيب لي توازي هنا مثلا، يعني حرف زد، حرف مش عارف كنا بنقوله في الاعدادي ده اف والكلام ده. طب ايه حكاية الزاوية دي بقى مع الزاوية دي؟ دي اهي اللي انا بظللك فيها بالقلم. ايوه جدع يا ابني، تساويها ليه؟ ايه ده؟ تبادل، يبقى الزاوية دي بسين. وبالتالي بقى بص انا هشتغل على المثلث الجميل الكبير خالص ده. ليه يا مستر؟ لان خلاص انا عارف ده تلاتة، واحد اتنين تلاتة، وده اتنين، يبقى الظا س بتساوي تلاتة على اتنين، او الظتا س بتساوي اتنين على التلاتة زي ما انا عايز. فهمت ايه الموضوع؟ ربما يكون حد شاف حل تاني، ده يبقى حلو جدا. ايه هو الحل التاني؟ بص يا سيدي ركز معايا. حد يقول له والله يا مستر انا شفت الزاويه دي، شايف الزاويه دي؟ م? بتساوي دي اهو، حرف زيد اهو، يبقى الزاويه دي تبقى بسين. واشتغل بقى في المثلث الكبير خالص اهو، على ولك المثلث ده اللي هو المثلث ده اهو، ده اهو. هنقول له والله الظا دول 3 برضه 2، يبقى الظا تساوي المقابل على المجاور، يبقى 3 على 2. لما تكون وضحت القصه دي، تعالى بقى نصغر الكلام ده. هو كان عايز ايه في المساله؟ مش عارف انا كان عايز ايه، هنشوف هو كان عايز. كده احنا حسبنا الظا س. خليك فاكر بقى احنا حسبنا الظا س طلعت بتساوي كام؟ نسينا والله وانا نسيت، تعالى نرجع نعملها تاني. احنا لو خدنا الزاويه دي يبقى المقابل يبقى 3 على 2، يبقى 3 على 2، يبقى الظا س تبقى ب 3 على 2. طب يلا بقى نرجع نحسب الايه، نشيل ده بقى ونحسب الظا ص. فنرجع بقى للرسم بتاعنا. تعال نشوف الصاد. الصاد دي اللي هتحطها في مثلث طقم الزاويه وتعرف تجيب اضلاع، خليك كده مدردح بقى. هتبقى سهل الموضوع عليك بقى لو جيت خدنا المثلث ده اهو. بص ده هو المثلث ده، مساط زاوية في المثلث القائم ده اهو. طيب الزتا، وعايز السطا تساوي المجاور على المقابل، المقابل 3 بس المجاور مش عارفه للأسف عشان في حتة ناقصة من الواحدة، دي حتة الصغنطوطة دي. يبقى نعمل ايه؟ هنحاول نشوف زاوية تساوي زاوية صاد بقى، وكنا قلنا المثلث يكون أضلاعه معلومة، لقيتها ولا لسه؟ سيبك تفكر فيها شوية كده، أديك 10 ثواني تفكر فيها وقول لي بقى فين الزاوية اللي بتساوي صاد. مم، انا لقيتها، انت لقيتها؟ لقيتها انهي دي؟ الله عليك، ايوه دي. بص الزاويه، بص ده يوازي ده وفي تقاطع هنا، وفي حاجه زي حرف الاف، الكلام بتاع الحضانات ده، يبقى الزاويه دي تساوي دي بالتناظر، يبقى ناخد صاد دي. اشمعنى؟ انت عندك بص لو اشتغلت في المثلث ده، لو قلنا لك باللون الاخضر الجميل ده، هو اللون ده اخضر ولا مش اخضر؟ مش مشكله، اخضر ولا بنفسجي، خلاص. هيبقى عندك ده واحد اتنين تلاتة أربعة، يبقى المقابل أربعة وده واحد. احنا عايزين الظبط على فكرة، يبقى المجاور على المقابل يبقى ربع. يبقى كده وصلنا إن زتا صاد هتبقى بربع. نرجع بقى نصغر الشكل بتاعنا ونشوف هو الراجل الطيب ده كان عايز إيه. كان عايز زتا س زائد زتا صاد، يعني يبقى كده تلاتة على اتنين زائد ربع. لو حسبنا الحسبة دي كلها، 2 في 4 ب8، ودي 12 ويبقى 16 تقريبا، 14 يبقى دي على الاتنين فيها 7، وده على الاتنين فيها الأربعة، يبقى الناتج يبقى 7 على 4. جميل. تمام. طيب نكمل بقى في المشوار اللي جاي ده. بيقول لي إيه؟ ألف، النقطة ألف دي 1 وجذر 3. بص تعالى نكبر الرسم شوية كده عشان تشوف معايا. هي دي مثلا نكبر الدنيا دي شوية، دي النقطة ألف دي هتبقى ب1 وجذر 3. ده معنى إيه؟
ان انت لما تيجي تسقط عمود، بص تسقط عمود من عند الف، من هنا كده اهو، هيبقى عندك السينات دي اللي هو الواحد والصادات بجذر تلاتة. تمام كده؟ طيب، وبعد كده قال لك النقطة ب، النقطة ب دي هتبقى بسالب واحد وجذر تلاتة برضه. يعني لو جيت واسقطت لنا عمود من عند ب كده اهو برضه، هيبقى عندك الحتة دي بجذر تلاتة، والصادات دي والسينات دي هتبقى بكام؟ بسالب واحد. ماشي يا حاج؟ معذرة على الرسم اللي مش واضح بقى. زاوية ألف واو ب، هو عايز بقى يجيب ظبطة زاوية ألف واو ب. طب ما المثلث ده أنت ممكن تجيب الزاوية دي ولا لأ؟ خلاص بقى أنت بقيت محترف في المقابل، يبقى دي ب 60 درجة، ودي أكيد 60 درجة. هتقولي دي الإشارة السالبة، لا أنت بتتعامل مع الزاوية الحادة دي. يبقى الزاوية دي كلها بكام درجة؟ دول كلهم ب 180 درجة، 60 و60 يبقى دي كمان ب 60 درجة. يبقى عايز زاطة ألف واو ب، يعني عايز زاطة 60، وزاطة 60 دي بعد على جذر 3، يبقى الإجابة الصحيحة رقم ج. جميلة المسألة دي ما فيهاش مشاكل كتير. رقم 7 بقى بيقول لي إذا كانت دي دايرة وحدة، دايرة وحدة يعني نص القطر ده بواحد، وألف ب مماس يعني المماس عمود على نص القطر بقى، فاحنا عايزين نجيب واو ب. بص يا سيدي، أنت عندك واو، أنت عندك الضلع ده معلوم، ده المجاور للزاوية وده الوتر، يبقى احنا هنقول له جاتا يا سيتا هتساوي المجاور اللي هو واحد على الوتر اللي هو واو ب، المثلث الكبير ده. يعني الواو ب هيساوي واحد على جتا سيتا، يعني الواو ب هيساوي قا سيتا، يبقى دي هتطلع بقا. رقم 8 بيقول لي في الشكل المقابل عايزين نجيب زاتا سيتا. تعملها ازاي دي؟ يلا بقى عشان وقت فيه بيطول جدا. تمام، قفل المثلث ده هتتحل معاك المسألة. هنا ساعدتك. يبقى انا اشتغل في المثلث ده اهو، ده هو كده. ماشي؟ هو عايز الزاتا سيتا، الزاتا تساوي المجاور على المقابل. طب ما المجاور اللي هو الحته دي كلها، تقول لي ده دي بخمسه، دي بتلاته، يبقى دي بتلاته، يعني كده المجاور 8، وعندك دي باتنين، يبقى 7 كده، يبقى 8 على 7. شكرا. رقم كام اللي جايه دي؟ حلوه المساله اللي جايه دي، ركز فيها قوي جامد. نقرا سوا. أ ب ج ده المربع، ماشي يا فندم. أ ب ج ده المربع، يعني كل فيه زاويه 90 درجه. ده ال ه على ه بيساوي 2 على 5، ده ال ه على ه ب، يعني لو الحته دي 2 يبقى دي 5. خلاص، عايزين نجيب ظا سيتا. طبعا عشان تجيب ظا سيتا ولا جا سيتا غالبا نحطها في مثلث طعم الزاويه. لما تيجي نستفيد من المربع بقى، هنستفيد ايه يا مستر من المربع؟ طب انا اساعدك، انا لو عملت القطر في المربع انت تستفيد ايه بقى؟ يلا بساعدك انا واحده واحده. القطرين في المربع اخبارهم ايه؟ الله، متعامدين، حلو، يعني الزاويه دي قائمه. جميل. الله، يعني انا لو حابب اجيب الظا سيتا اقول له اقسم النقطه دي ميم عشان نعرف نتكلم بس، اقول له ميم ج على ميم ه. يا سلام. طب ميم ج دي بكام؟ ميم دي بكام؟ ما انا قلت لك ده اله الى ه ب 2 الى 5، يعني المفروض يعني القطر ده كله هيبقى 7، يبقى الحته دي اللي هي الميم ب 3 ونص، والقطرين ونصف كل منهم الاخر، يبقى ميم كمان الميم ده ب 3 ونص، ومنها 2 يبقى دي بواحد ونص. وكمان عندك الالف ج يساوي الدال ب، فلو الدال ب ب7 يبقى الالف ج ب7، يبقى الميم ج دي بكلات كمان ب3 ونص. يبقى الظرف تساوي المقابل على المجاور، يعني 3 ونص على واحد ونص، يعني 35 على 15، يعني على الخمسة فيها السبعة، على الخمسة فيها التلاتة، يبقى 7 على 3. نروح للمسألة رقم 10. في المسألة رقم 10 بيقول لك إذا كانت د تنتمي ل ب ج وظا س ب4 على 3، فعايزين نجيب زاتا سيتا على الاثنين. واحده واحده استفيد من المعطيات، هتبدا الدنيا ماشيه معاك زي الفل. خلاص. ازاي؟ تعال نستفيد من المعطيات ونشوف الدنيا فيها ايه. قال لي والله ان الضلع ده يساوي الضلع ده، يعني كده ان الزاويه دي تساوي الزاويه دي، مش كده ولا ايه؟ طب وبعدين فكر معايا كده شويه. مش عارف؟ خلاص، ولا انا عارف. زا سيتا ب4 على 3، السيتا دي في المثلث القايم ده اهو، هيبقى المقابل على المجاور. لو ده 4 وده 3 يبقى في ثلث، يبقى ده ب5، يبقى كمان ده يبقى ب5. وبعدين هو عايز زاتا سيت على الاثنين. هو فين السيت على الاثنين في الليله دي كلها؟ فكر انت بقى شويه كده وقول لي وصلت الحل ولا لا، واسيبك 10 ثواني.
والله انا قلت لك ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي، وبعدين ما وصلتش لحل. طب تعالى اساعدك شويه. الزاويه دي ايه بالنسبه للمثلث ا د ج؟ ايه يعني ايه؟ يعني خارجه ولا داخله؟ المثلث ا د ج خارجه عن المثلث ا. وخدت زمان انت في اولى اعداد الزاويه الخارجه عن المثلث كان ايه حكايتها؟ تساوي مجموع الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاوره لها. يعني اذا زاويه سيتا هتساوي الزاويه دي زائد دي. يعني الزاويتين دول مع بعض بسيتا، بس هما قد بعض، يبقى كل واحد منهم بكام؟ بسيتا على الاتنين. حبيبي جميل جميل جدا، بس خلصنا الموضوع. هو عايز بقى زتا سيتا على الاتنين، فتشتغل في المثلث القائم ده وقالت ب ج. الزتا تساوي المجاور على المقابل، يبقى 8 على 4 يعني ب2. يبقى الإجابة الصحيحة رقم ب. رقم كده خلصنا. يا سلام، أخيرا خلصنا التمارين ده. بهذا أيها الأحباب الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى لو أنت قعدت معانا لحد هذا الوقت ما تنساناش في الحاجات الجميلة اللي احنا بنقول لك على كل حصة: اللايك والسبسكرايب، وتحاول تشير الفيديو ده لأكبر عدد من أصحابك عشان يستفادوا منه. خلاص، وكده خلصنا فيديو بتاع حل تمارين على الدوال المثلثية، ونلقاكم على خير في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.